السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صاحبي، عامل ايه؟ قبل ما نبدأ في الانمي ما تنساش تصلي على خير خلق البشر، ويلا بينا نبدأ، مش هطول عليك. بيبدأ الانمي بتاعنا بشلة اصحاب وهم قاعدين مع بعض، بيتفقوا ان هم لما يكبروا لازم يكونوا صيادين كنوز مشهورين ويدخلوا كل المغارات وياخدوا الكنوز اللي فيها، وكمان بيتفقوا ان اول خطوة في تحقيق حلمهم ده هتكون من العاصمة. فعلى طول بقى بيروحوا لهناك وبسرعة بيأسسوا فريق قوي. وفي احدى الايام الممطرة بنشوف شخص ملثم ماشي لوحده في الشارع. الشخص ده بيبقى بطلنا كراي، بيكون في طريقه لنقابة المغامرين، بس وهو في الطريق بيعرفنا ان العالم بتاعه فيه مغارات كتيرة مليانة بالكنوز، وكل مغارة فيها وحوش كتيرة بتحمل الكنوز دي، وعلشان كده انتشرت فكرة صيادين الكنوز في العالم بتاعهم. بنعرف ان كل صياد بيبقى ليه عشيرة، والعشيرة بتبقى عبارة عن مجموعة احزاب قوية بيدخلوا المغارات ويصطادوا الكنوز وياخدوها لحسابهم. المهم بقى كراي بيوصل للنقابة، بيتفاجئ بنفسه وسط عدد كبير من المغامرين اللي بيكونوا واقفين في طابور علشان ينضموا لحزب قوي. بيروح يقف وراهم وكل واحد منهم بيتمنى ان هو ينضم لعشيرة كبيرة، بس بطلنا بيكون محبط، بيقول في نفسه انا فشلت ان انا ابقى واحد قوي زيهم. فجأة بتدخل عليه البنت دي بتقول له انت جاي علشان تنضم لواحده من الاحزاب دول ولا ايه؟ انا حاسه ان كل اللي في المكان شكلهم غريب، بس انت شكلك مختلف عنهم خالص. بتعرفوا بقى انها صياده مستقله من المستوى الثالث واسمها رودا، وجايه علشان تنضم لحزب قوي، وده لانها ما قدرتش تصطاد واحده من كنوز متاهه الذئب الابيض. في الوقت ده بيسمعها مغامر واقف وراها، بيروح يتريق عليها كده. البنت بتتضايق وما بتكونش متقبله كلامه. مره واحده بتطلع السكينه وبتهجم عليه، بس فجاه المشرفين بيوقفوهم، بيهددوهم ان هم هيطلعوهم بره وهيمنعوهم من الانضمام لاي عشيره. البنت رودا بترجع السكينه وبتمثل انها بتهزر معاه. بعدها بيدخلوا المبنى النقابه. كراي بقى بيعرفها ان المهاره هي كل حاجه للمغامر، والناس اللي عندهم الموهبه يقدروا يصنعوا اسم لنفسهم وكمان يوصلوا بيه لرتب عاليه. البنت بقى بتحس ان هو فاهم شويه كده، بتساله عن حزب كل المغامرين متجمعين حواليه. بيعرفها ان دول اعضاء فرقه ارك الشجعان، وكمان يبقوا من اقوى الاحزاب اللي بيعملوا مقابلات. بيقول لها الفريق ده قدر يستولي على كنوز مغاره من المستوى السابع، وكمان عمل كل ده ب6 اعضاء بس. بيشاور لها على القائد بتاعهم وبيقول لها ده يبقى ارك، لو قبلك هتبقى ضمنتي مستقبلك كصياده كنوز، لكنه بيصدمها ان هم ما بيقبلوش حد من المقابلات دي. البنت بتشاور له على كرسي فاضي وبتقول له ده يبقى تبع حزب ايه. فجاه الراجل اللي اتريق عليها قبل كده هو اللي بيرد، بيقول لها الكرسي ده تبع حزب النفوس الحزينه، ودول مجموعه من الشباب جم من العاصمه من فتره وعملوا الحزب ده، وكمان بموهبتهم صنعوا اسم لنفسهم وبقوا واحد من اقوى الاحزاب في العاصمه، وجايين النهارده علشان يضموا اعضاء جديده. دول بقى صاحب شلة الصحاب اللي في اول الفيديو، حققوا حلمهم وبقوا مشهورين كمان. فجأة بيظهر الواد ده وبيعمل دوشة في المكان، بيقعد يزعق وبيقول لهم انا من المستوى الرابع، اقوى حد في الصيادين اللي هنا، واللي مستغنى عن عمره يطلع يواجهني. بتقوم طالعه له البنت دي قدامه، بتقول له انا هعرفك مقامك دلوقتي. صاحبها بيحاول يمنعها ولكنها بترفض، بتقول له استنى على جنب، الحوار مش هياخد ثانية. وهوب الترابيزات بتتشد وفي ثانية بيعملوا حلقة حواليهم. المغامرين بيتقسموا نصين، النص اللي معاها والنص التاني مع الواد. الكل عمال يسخن في بعض وشكلهم كده هيكسروا بعض. كراي بيطلب من رودا ان هم يمشوا قبل ما يتورطوا. بسرعه الواد بقى بيطلع سيفه وبيهجم عليها. فجاه البنت بتشوف كراي وهوب بتهجم عليه وبتكسر الحيطه. بتقول له انت هنا من امتى؟ ارك هو كمان بيقول له انت متاخر ليه يا زعيم؟ هو ايه اللي بيحصل ده يا جدعان؟ هنا بقى بنعرف ان كراي يبقى رئيس عشيره الخطوات الاولى، وكمان هو يبقى من المستوى الثامن. ده غير ان هو كمان قائد حزب النفوس الحزينه، وحرفيا الكل بيتصدم اول ما بيشوفوه. اللي هو ازاي يعني؟ نرجع بقى لورا شويه كده علشان نعرف ازاي ده حصل. الحكايه كلها بدات من كذا سنه، اول ما كراي واصحابه قرروا يروحوا العاصمه ويبداوا تنفيذ مهمات خطيره هناك. في الوقت ده قدروا يستولوا على اغلب المغارات، ولكن في احدى المهمات كان كراي اخر واحد في فريقه، وفجاه هجم عليه وحش قوي، لكن في ثانيه الا ثانيه اصحابه خلصوا عليه. ساعتها اصحابه فهموا ان هو استخدم نفسه كطعم علشان يسهل لهم ان هم يخلصوا على الوحش، ولكن في الحقيقه هو ما كانش واخد باله ان الوحش وراه اصلا. ومن ساعتها هم اعتبروه القائد بتاعهم، بيلقبوه بالعقل المدبر، وما يعرفوش ان هو اضعف واحد في الشله وقوته صفر حرفيا. وكل مره بيحاول يسيب الفريق بيرفضوا، واجبروه في النهايه ان هو يبقى سيد العشيره بتاعتهم، لانه في نظرهم هو اقوى واذكى واحد فيهم، وده حرفيا اللي ينطبق عليه مقوله بتيجي مع الهبل دبل. المهم بقى نرجع للنقابه. كراي بيقعد على كراسي العشيره. ارك بيقول انت كنت مختفي بين الناس علشان تعرف اقوى الصيادين، انا نفسي اوصل لذكائك ده يا عم، وكمان خليتنا نيجي باللبس الرسمي وانت تيجي باللبس العادي علشان ما تلفتش النظر.
الواد بيستغرب وبيقول له ذكي ايه؟ كل الحكايه ان انا صحيت متاخر. ارك بقى ساعتها بيعرف ان هو خبيث ومش عايز حد يعرف الخطط بتاعته. البنت بتتعصب منه وبتقول الواد ده رغاي قوي، اشطب اسمه من العشيره. بنعرف ان البنت دي اسمها تينو، صياده مستقله من المستوى الرابع، بتتدرب مع ليس صديق طفوله كراي. المهم ارك بيساله لو في حد من الموجودين كويس علشان يضموه. كراي بيقول له قلت لك ان في عضو معين في دماغي، هتقبله ولا لا؟ ارك بيقول له ايوه انا هقبله وانا بثق فيه. كل اللي موجودين بيفرحوا ان اخيرا فريق ارك هيقبل عضو جديد، لكن زمايل ارك ما بيكونوش عايزين حد، فبيقنعهم ان عضو جديد مش هيعمل حاجه يعني. تينو بقى بتكون مفكره ان ارك قصده عليها، بتقول له شكرا ان انت اخترتني بس انا كنت عايز انضم لفريقك انت. كراي بقى بيستغرب هي بتقول ايه. الواد اول ما بيسمعها بتقول كده بيتعفرت وبيعمل مشاكل في المكان كله. الحراس بيحاولوا يوقفوه. ساعتها كراي بيساله انت اسمك ايه؟ بنعرف ان اسمه جilbert من المستوى الرابع وصاحب سيف العذاب. كراي بيقول ان المستوى ده متوسط بس لما ارك يدربه هيروح في حته تانية. تمام بقى يا جilbert انا دلوقتي هرشحك لارك، بس في الاول كده انا عايز اعرفك حاجه. اهم شيء للمغامر يا ابني ان هو ما يخسرش. بيطلع خاتم سحري وبيعلن للي موجودين ان اللي هيفوز بالخاتم ده هو اللي هينضم لفريق ارك. اول ما بيحدف الخاتم بيجري عليه جilbert، فتينو بتطير في الجو وهوب بتديله رجل بتطيره. الخاتم بيضيع ومره واحده بتقوم خناقه قويه بين كل اللي موجودين علشان يجيبوه. كراي بيستغل الفوضى دي وبيمشي بكل هدوء من المكان. تاني يوم بيفتح كراي الجريدة وبيلاقي اخبار كتير عن الخناقه اللي حصلت بسبب الخاتم بتاعه. هو بيحس ان هو كده ورط نفسه في مشكله كبيره. زعيم النقابه بيعرف اللي حصل وبيبعت يجيبه، لكن صاحبنا برضه بيرفض يروح. بيطلب من المساعده بتاعته تبلغه انه مش هيعرف يمشي من غير الحراسه بتاعته، وكمان لانه ضيع ماسك التخفي بتاعه اللي بيخليه يغير شكله علشان محدش يعرفه. البنت المساعده بتجبره ان هو يروح. اول ما بيوصل بيفضل يتقسم للزعيم وبيعرفوا انه ما كانش قصده يعمل كده. الزعيم بيقول له انا هسامحك بس هيبقى في عقاب بسيط. بيديله كتاب وبيقول له اختار مهمه منه. كراي بيقلب في الكتاب كده وما بيكونش عنده خلفيه عن المهمات اللي فيه. بيلاقي مهمات كتير من المستوى الرابع والخامس والسادس، فالواد بيتصدم كده. فجأة بتقع عينه على مهمه من المستوى الثالث فبيختارها، لكن المغفل ما بيكونش عارف هو اختار ايه. المهمه دي بتكون الاخطر حرفيا لانها عباره عن انقاذ فريق داخل متاهه مليانه وحوش من الرتبه اس. كراي ما بيهتمش لان كده كده مش هو اللي هينفذها، وهيجبر ارك ان هو يعملها مكانه. اول ما بيرجع المقر بيلاقيه فاضي ومفيش غير تينو. بتقول له انا اللي لقيت الخاتم بتاعك. بيقول لها تمام قوي انا لازم اختبر قوتك. بيديها المهمه وبيقول لها انت اللي هتنفذيها. البنت اول ما بتشوفها بتهرب بسرعه من المكان. كراي بيكتفها بسلسلته السحريه وبيرجعها تاني. البنت بتقول انا مش هعرف انفذها لوحدي، المهمه دي خطيره جدا. قال لها ما تقلقيش انا جايب شويه مغامرين هيساعدوكي. في اللحظه دي بيوصل المقر رودا وجilbert وجريج. تينو اول ما بتشوف جilbert بتتعصب، بتقول له استحاله اشتغل معاه. كراي بيقنعها وعلى طول بيبداوا تدريب وبيفضل يراقبهم من بعيد. ساعتها بيفتكر اول مره جه العاصمه هو وفريقه، راحوا النقابه علشان يسجلوا اسمهم. هو الوحيد اللي كان رافض يسجل اسمه. بيقعد كتير يقنعهم انه يرجع لانه مش عايز يبقى عبء عليهم، بس لوك ما بيهتمش وعلى طول بيرزع الباب برجله وبيدخل. بيعرف الموجودين ان هو اقوى سياف في العالم وعاوز يسجل اسمه هو وفريقه. موظفه الاستقبال بتديله ورقه يسجل فيها اسم الحزب بتاعهم وكمان الشعار، ومن غير اي تشاور كراي بيختار الحزب بتاع النفوس الحزينه وبيختار شعار الجمجمه. العيال بيقفوا متنحين كده اللي هو ايه القرف اللي انت عملته ده. كراي بيقول لهم كده تمام قوي انا كده فشلت ان انا اكون قائد، فانا هسيب الحزب وانتوا تصرفوا براحتكم. كلهم بيغيروا كلامهم وما بيعرفوا انه ذوقه جامد. بعدها بدأوا مهمات في وسط كل المغامرين الاقوياء اللي في العاصمه، وقدر الفريق ده يحط نفسه بين اقوى الاحزاب. نرجع بقى للوقت الحالي وكراي قاعد مع جريج وتينو وبقيه الفريق. جريج بيساله انت ازاي صاحب لقب الالف حيله؟ انت مش باين عليك خالص. بنعرف ان اللقب ده ناس قليلين اللي بياخدوه، والنقابه بتديه لاي حد بيوصل للمستوى الثامن. علشان كده كراي خد اللقب ده، وكل ده علشان عنده حيل كتير بتخليه يفوز باي معركه. المهم كراي بيبدا يشرح لهم الخطه اللي المفروض ان هم هيعملوها. بيعرفوا من المهمه هتكون في وادي الذئاب البيضاء. بيشاور لرودا وبيقول لها ده نفس المكان اللي كان نفسك تستولي عليه، ودي الفرصه علشان تحقق حلمك ده. جilbert بيعترض وبيقول له انا مش موافق، انا لحد دلوقتي مش مصدق انك قائد العشيره اصلا، انت شكلك ضعيف. كراي بيقول له تمام انت كده مش معانا في الفريق، وجريج وتينو هيقوموا بالمهمه لوحدهم، مش محتاجينك في حاجه. وبعدها بيمشي. فجاه جilbert بيتعصب وبيوقفه. بيقول له انا بتحداك تدخل معايا في قتال، ويا سيدي لو كسبتك انا هروح معاهم في المهمه وهنفذ كل اوامرك. كراي بيقول له تمام بس انت مش هتقاتلني، انت هتقاتل تينو، دي من مستواك ووريني هتعمل معاها ايه. جilbert بيوافق. بيبداوا يستعدوا بس مره واحده تينو بتقول له انا هقاتل من غير سلاح. كراي بقى بيقف بعيد كده وبيقعد يخمن مين فيهم اللي هيكسب. بيكون متوقع ان تينو هتكسب، وده لانها طورت مستواها لوحدها مش بمساعده حد خالص. بس برضه بيقول ان جilbert معاه سيف سحر كويس يقدر يهزمها بيه بكل سهوله. مره واحده جilbert بيستغبى وبيقرر يستغنى عن سيفه. بيقول لها انا كمان
انا هقاتلك من غير السيف بتاعي. وهوب مره واحده البنت بتهجم عليه بضربه قويه، الواد بيتفاداها وعلى طول بتديله رجل في وشه بتلزقه في الارض. الواد بعدها بيقوم من تاني وبيهجم عليها، بتمسكه تكتفه وبتفضل تضغط على رقبته، بتقول له انت كده مش هتعرف تتحرك فاحسن لك ان انت تسمع كلام القائد وما تعترضوش في اي حاجه. بعد كده جريج ورودا بيقفوا مصدومين من اللي عملته فيه، الواد بيتعصب وبيحس بالاهانه فبيفك منها، ومره واحده البنت بتديله ضربه بتخليه يفقد وعيه. ساعتها جilberto بيفتكر ذكرياته وهو صغير لما كان بيتعلم ازاي يستخدم السيف. الواد ده كان قوي لدرجه انه يقدر يتغلب على كل اللي معاه حتى الاكبر منه، فقرر وقتها ان هو يروح للعاصمه وينضم الحزب، وقدر مع الحزب ده يستولي على كنوز كتيره ومحدش كان قادر يهزمه. فجاه بقى بيقرر يسيب الحزب علشان حس انه اقوى منهم، وفي اللحظه دي تينو بتفوقه بتنصحه ما يقاتلش تاني من غير سيفه لانه من غيره ولا اي حاجه. ساعتها كراي بيروح وبيقول له انا عارف ان انت سبت الحزب بتاعك علشان شايف نفسك اقوى منهم. الواد بيستغرب وبيقول له انت عرفت منين؟ كراي بيقول له انا عارف كل حاجه عنك. بيضرب السيف برجله وبيخليه يطلع نار، الواد بيتصدم وساعتها بيقتنع ان هو قوي جدا فعلى طول بينضم للفريق. كراي بقى اول ما بيرجع بيقعد يقرا عن خزائن الذئب الابيض، وبيعرف ان الوحوش جواها انقرضت، بس من فتره ظهر وحش تاني على شكل ذئب ومحدش قادر عليه خالص، ودي المهمه اللي المفروض تينو والفريق هيعملوها. فبيبدا يقلق عليهم بس عنده ثقه ان هم اقوياء وهيقدروا يعدوا منها. فجاه بقى ايفا بتدخل عليه بتقول له كده شكلك ورطت العيال دول في مهمه صعبه. قال لها ما تقلقيش دول من المستوى الرابع وهيعدوا منها. بعدها بيشكرها انها عرفته ان جilberto ساب الفريق بتاعه لانه اقوى منهم. البنت بتقول له انا سمعت ان انت استخدمت اداه سحريه على سيف جilberto. قال لها ايوه دي حاجه سهله جدا وكمان اقدر اتحكم فيها بسهوله، حتى جilberto يقدر يستعملها من غير ما يكون عارف عنها حاجه، علشان كده مفيش احسن من الادوات السحريه. بيقول لها تفتكر الواد ده ممكن يبيع لي السيف بتاعه؟ البنت بتتعصب عليه وبتقول له انت مضيع كل فلوسك على الادوات السحريه اللي كلهم شبه بعض. قال لها كل اداه لها استعمال مختلف وكل خاتم في ايده ليه استخدام مختلف، زي ان الاول بيطلع نار والتاني بينور في الضلمه. البنت بتقول له انت بيدخلك فلوس كتير جدا من الكنوز، مش لازم تصرفها كلها على التفاهه دي. بنعرف يا صاحبي ان الفلوس اللي بتدخل الحزب بتتقسم على الفريق كله بالتساوي، وعلى الرغم من انه ما بيعملش حاجه بس بياخد فلوس كتير. كراي بقى بيسيبها وبيروح علشان يشحن ادواته السحريه، وهم قاعدين الراجل ده بيساله لو عرف بموضوع الوحش اللي دمر قافله كامله وكمان خلص على كل حراسها اللي من المستوى الثالث. كراي بيستغرب وبيقول له الهجوم ده كان فين؟ البنت اللي معاه بتعرفه ان هو قريب من وادي الذئاب البيضاء، وكمان بتقول له ان عدد الوحوش في المغاره دي اضعاف الفتره الاخيره. صاحبنا ساعتها بيتصدم، بيتمنى يكون قصدهم على مغاره تانية غير اللي فريقه راحها، وحتى لو هي نفس المغاره فالفريق بتاعه من المستوى الرابع وهيقدروا يهزموهم. البنت بتصدمه وبتقول ان حزب رولدوف اللي هو من المستوى الخامس اختفى في نفس المغاره دي من يومين. صاحبنا ساعتها بتنزل عليه صاعقه من السماء، بيطلع ورقه المهمه تاني وبيقراها وبيعرف ان دول المغامرين اللي بعت فريق ينقذهم، بعت فريق من المستوى الرابع ينقذ فريق من المستوى الخامس، وكمان بعت 3 ينقذوا 5. يا حلاوه، ده الموضوع طلع بجد. بسرعه بيرجع البيت وفجاه بيفتكر ان هو فرغ سيف جilberto من الطاقه السحريه لما ضربه بالرجل، فكده مش هيبقى شغال. ساعتها بيتاكد ان هم هيموتوا. كراي بيقعد يفكر هيعمل ايه في الفريق بتاعه، كل الناس في مهمات ومفيش حد يلحقهم. بيقرر يروح بنفسه وعلى طول بيفتح الخزنه بتاعته وبيلم كل الادوات السحريه اللي فيها، حرفيا بياخد شويه الادوات. ايفا بتمسكه وبتقول له انت رايح فين بكل ده؟ بيقول لها انا خارج شويه. بتشوف معاه اداه سحريه محرمه، الواد بيخاف وبيقول لها مش محرمه ولا حاجه، انا عمري ما اجيب حاجه زي دي. وعلى طول بيلبس العبايه وبيطير في الجو. ايفا بتعرف انها عبايه الليل ودي محظوره لان مفيش وسائل امان ولا فرامل، وكمان ما تعرفش توجهها فربنا يسترها عليه بقى. في الوقت ده بيكون الفريق وصل لمكان المغاره، جريج ورودو بيكونوا قلقانين بس تينو بتعرفهم ان كراي مخطط لكل حاجه كويس واستحاله يورطهم. البنت دي عندها ثقه فيه معرفش هي جايباها منين. فجاه بيظهر وحش قدامهم فجilberto بيقول لهم المفروض الوحش ده يكون ذئب عادي، هو شكله عامل كده ليه؟ بيديله ضربه بتفلق دماغه نصين. ساعتها جريج بيقلق وبيقول له ازاي السيف بتاعك ما طلعش نار؟ الواد جilberto بيستغرب هو كمان وبيجربه تاني فبيكتشف ان طاقته خلصت. بيفتكر ان كراي هو السبب. رود بقرر ان هم لازم يرجعوا والا هيموتوا. جريج بيعرفوا ان اكيد الناس اللي جايين ينقذوهم ماتوا، اصل استحاله يعدوا من الوحوش دي بسهوله. تينو بتصمم ان هم لازم يدخلوا لجوه اكتر. بتعرفهم ان دي خطه من كراي واكيد عارف ان الناس لسه عايشه، حتى كمان بتقول لهم ان نفاذ الطاقه السحريه من سيف جilberto جزء من خطه كراي علشان يختبر قوتهم. ففعلا بيسمعوا الكلام وبيكملوا لجوه المغاره. بيتصدموا بعدد كبير جدا من الذئاب الوحشيه. تينو ساعتها بتقول لهم المكان ده مصمم على حجم الذئاب، علشان كده لازم يحاربوهم في مكانهم هنا، وده لان الغابه مساحتها كبيره
لو طلعوا بره هيحصل مشكله. ساعتها الذئاب تستعمل كل قوتها ومش هيقدروا يواجهوهم. في اللحظه دي جilbert بيتحمس وبيقول لهم انا ههجم الاول. تينو بتحذره وبتقول له ما تتسرعش، هو ده لان دورها كقائده انها ترجع بكل الفريق عايش. بتفكروا ان سيفو ما فيهوش سحر فلازم يسمع كلامها. على طول بقى بتحطوا الخطه بتاعتهم وبتعرفهم ان هي ورود وصراع فهيهجموا الاول علشان يجذبوا الوحوش ليهم، وهو وجريج يلفوا وراهم ويخلصوا عليهم. في الوقت ده كراي فقد التحكم في عبايه الليل بتاعته. بيتمنى ان تينو تكون لسه عايشه حتى لو استخدمت اعضاء الفريق كدروع بشريه. جilbert اول ما بيشوف الوحوش بيهجم عليهم وما بيعملش حساب لاي خطه. تينو بتكون متوقعه ده فبتطير بسرعه وبتنزل على الوحش بضربه واحده بتخلص عليه. فجاه بيظهر وحشين تانيين وجilbert كالعاده بيهجم عليهم. جريج بقى بيساعده وبيقف جنبه وبيخلصوا عليهم. تينو بتفرح ان الفريق بيخاف على بعضه ودايما بيحاولوا يتعاونوا، وده ظهر لما جilbert هجم على الوحوش لوحده علشان واثق في قوته. جريج بقى بخبرته راح وراه وساعده علشان ينسجم مع الاخرين، ورودو بسرعتها بتقدر تحدد اماكن الوحوش بسهوله. تينو بتصدق ان كراي كان عبقري علشان حط المجموعه دي مع بعض، بس فجاه بيظهر وحش وراهم وجilbert على طول بيصد ضربته. اول مره يحس بفكره التعاون. بيفتكر حزبه القديم اللي ما كانوش قادرين يجاروا سرعته فقرر يسيبهم، وبيقول ان غضبه كان مسيطر عليه لدرجه انه ما فكرش في مشاعرهم وما كانش مصدق ان القتال جنب فريق هيبقى ممتع كده. جريج على طول بيدي الوحش كتف بيقلبه على الارض. جilbert بينزل عليه بضربه بتخلص عليه، وكده بيكونوا خلصوا على الوحوش اللي بره. يكملوا جوه المغاره وبيتفاجئوا ان هم حاليا في اوضه زعيم المغاره. جريج بيقول لها تمام لحد هنا، احنا نرجع قبل ما نموت. تينو بتطمنه وبتقول له احنا قاتلنا وحوش كتيره بره وما حصلش حاجه، خلينا نكمل علشان نرفع مستوانا اكتر. الحذر مطلوب بس مش في كل الاحوال. جريج بيقول لها عندك حق فعلا، الصياد اول ما بيوصل للمستوى الرابع بيكون قادر يكسب فلوس من الخزائن الاقل مستوى. هو بيعرف ان هو كان دايما حذر لدرجه ان لو في قتال قوي كان بينسحب، وده تسبب ان عدد كبير من اصحابه ماتوا. تينو بتقول له اكيد ده السبب اللي خلى كراي يحطك في المهمه دي، والا ما كانش ضم حد زيك. في الوقت ده كراي الاسطوره بقى بيفضل يلف في الجو ومش عارف يوقف العبايه، بيفضل يصرخ وبيطلب المساعده وفجاه بيشوف المغاره وهوب بيلبس فيها. في اللحظه دي الزعيم بيظهر وبيهجم على تينو والفريق، كلهم بيهربوا من قدامه بسرعه. تينو بتشوف ان جسمه مليان دروع ومش لابس خوذه في دماغه فبتعرف ان دي نقطه ضعفه. على طول بقى بتطلع سيفها وبتطلب من جilbert يصد واحده من ضرباته. اول ما بيعمل كده جريج بيهجم عليه بكل قوته. الوحش بيديله ضربه بيطيره بعيد، بيهجم بعدها على تينو لكنها بتتفادى كل هجماته. الوحش بعدها بينزل بضربه قويه على جريج بتكسر له السيف، وقبل ما يخلص عليه بتظهر تينو في الجو وبتنزل عليه بضربه قويه في نص دماغه. الوحش بعدها بيختفي بس تينو بتتصف رجلها، بتقع على الارض فبسرعه بتطلع جرعه شفاء وبتحطها على الجرح فبيختفي. الفريق بقى بيروح يطمن عليها. تينو بتدي السيف بتاعها لجريج بدل السيف بتاعه اللي اتكسر، ومره واحده بتضرب عليهم سهم بس تينو بتتفاداه باعجوبه. بعدها بيظهر مجموعه تانية من وحوش شبه اللي قتلوه. العيال بيتصدموا يعني اللي قتلناه ده مش الزعيم ولا ايه؟ بسرعه بتطلب منهم تينو ان هم يهربوا من المكان، بتشاور لهم على ممر ضيق يستخبوا فيه. فجاه واحد منهم بيقف قدامه وبيسد المدخل، ما بيكونش قدامهم حل غير ان هم يواجهوهم. تينو ساعتها بتطلب منهم ان هم يستهدفوا عينين الوحوش، كلهم بيهجموا على وحش واحد لكنه بيكسرهم. تينو بتطلع الخاتم السحر اللي خدته من كراي وبتجمع قوه سحريه منه وبتديله ضربه في عينه. الضربه بتخلي الوحش ما عادش شايف حاجه. جilbert بيهجم عليه تاني بس بيتفاجئ بضربه بتلزقه في الحيطه، وقبل ما الوحش يخلص عليهم بيظهر كراي بيديله ضربه بتبعده عنهم. مره تانية الوحش بينزل على كراي بضربه قويه بتكسره الدرع بتاعه. ساعتها كراي بيهجم عليه بضربه من الخواتم اللي في ايده السحريه. حرفيا الضربه بتعمل انفجار كبير بس من غير اي ضرر. الوحش ما بيحصلوش اي حاجه. فجاه الوحوش التانية بتحاصرهم، بيقلع السلسله بتاعته وبياخد جرعه شفاء منها بيرميها في الجو. ساعتها بيعمل عليها تعويذه. الوحوش كلها بتتشتت وساعتها تينو بتاخد الفريق وبتهرب. كراي بيروح وراهم باقصى سرعته ومش قادر يحصلهم. تينو بتشكره ان هو انقذها للمره التانية. بتفتكر اول مره قابلته فيها لما كانت صغيره وهجم عليها وحشين، ما كانتش عارفه تعمل معاهم اي حاجه، كانت عماله تعيط لحد ما ظهر كراي وانقذها. بس في الحقيقه مش هو اللي عمل كده، اللي عمل كده كان زمايله في حزب النفوس الحزينه، وعلشان كده هي قررت انها في يوم من الايام هتنضم للفريق ده. في الوقت ده بقى الفريق بيقدر يهرب من الوحوش وبيوصلوا لحته امان. وقتها رودو بتقول لكراي ان تينو انقذتهم ومن غيرها كان زمانهم ميتين. الواد بيلاحظ ان رجلها مجروحه فبيعالجها وبترجع كويسه تاني. في اللحظه دي جريج بيساله انت هزمت الوحوش دي ولا عملت معاهم ايه؟ قال له مش مهم دلوقتي، المهم ان احنا كويسين. بياخدهم علشان يخرجهم بره المغاره بس ما بيكونش عارف الطريق وما ينفعش يبين علشان ما يتفضحش قدامهم. الفريق بيفضل ماشي وراه ومحدش عارف هو رايح فين. بيقول لنفسه انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ اطلب المساعده من تينو ولا اعمل ايه؟ بيقول دي ممكن تكرهني وتحس ان انا ضعيف ومش هتسمع كلامي بعد كده، علشان كده بيفضل مكمل في طريقه وهو مش عارف هو رايح فين. فجاه تينو بتوقفه وبتقول له انا عارفه ان انت عندك خطه بس مش ده الطريق اللي هيخرجنا، طريق الخروج من اتجاه غرفه الزعيم. الواد بيتصدم من المعلومه وما بيكونش عارف يتصرف ازاي. رودو هي كمان بتقلق وبتقول له ابوس ايدك احنا رايحين على فين؟ كراي ساعتها رياكت صدقيني لو اعرف هقول لك.
ساعتها بيحس انه ورط نفسه لكنه بيكمل ماشي، ومره واحده الفريق كله بيتصدم، بيطلعوا يجروا. تينو بتقول لهم مش قلت لكم كل ده كان جزء من خطه الزعيم؟ كراي مش فاهم هي بتتكلم عن ايه، بيبص وراه بيتفاجئ ان الصيادين اللي المفروض جايين ينقذوهم موجودين في الممر اللي هم فيه، بيجروا عليهم وبسرعه تينو بتوزع عليهم جرعات شفاء. كراي بقى بيطلع لهم شويه اكل من شنطته السحريه وبيوزعها عليهم. بعدها بيسال القائد بتاعهم واللي اسمه رولدوف عن اللي حصل معاهم، بيعرفوا ان هم قابلوا زعيم المتاهه اللي طلع اخطر من اي وحش اتعاملوا معاه قبل كده. صاحبنا بيستغرب وبيقول له انا عارف ان الذئاب البيضاء قويه بس مش لدرجه ان فريق من المستوى الخامس ما يقدرش يتغلب عليهم. رولدوف بيستغرب وبيقول له ذئب ابيض ايه؟ انا بتكلم عن الزعيم صاحب راس الجمجمه، ده اقوى زعيم انا قابلته حرفيا. الراجل ده كان عنده كميه حقد بتظهر في قوته. العيال كلهم بيتصدموا من كلامه، وده لان مفيش اي وحش او صياد في العاصمه يجي جنب قوه الزعيم ده، لان قوته تعادل صاحب الالف سيف. بنعرف بقى ان صاحب لقب الالف سيف ده يبقى لوك، وده صديق كراي وزميله في النقابه. المهم كلهم بيسالوا المفروض نعمل ايه دلوقتي. كراي مش عارف حاجه طبعا، فبيقول لهم دي مهمه تينو وهي صاحبه القرار، انا دلوقتي هختبر قدرتها في القياده وهمشي وراها، ولو احتاجت حاجه هدخل اساعدها. تينو على طول بتطمن وبتقول لهم احنا لازم ندور على طريق نخرج منه، مش لازم ان احنا نواجه الزعيم اصلا طالما احنا نفذنا المهمه وانقذنا الصيادين اللي احنا جايين ننقذهم. كراي بيوافق على الخطه بتاعتها. وقتها رولدوف بيقول لهم انا هفضل وراكم واحمي ظهركم، بس قبل اي حاجه بيعرفوا ان لو ظهر الزعيم تاني هو اللي هيواجهه لوحده، وهم ياخدوا الفريق بتاعه ويخرجوا من هنا وما يرجعولوش تاني. تينو بتطمنوا ان كراي معاهم وكده كده هيخرجوا كلهم بامان. فجاه بقى بيسمعوا صوت غريب والمكان كله حرفيا بيتهز. رولدوف بيقلق وبيقول لهم الزعيم خرج من مكانه وبيقرب مننا. مره واحده بيظهر الزعيم قدامهم، وفي نفس الوقت بيظهر وراه شخص تاني. اول ما تينو بتشوفه بتترعب وبتستخبى على طول في كراي. الشخص ده يبقى ليه صديق طفوله كراي، وكمان تبقى مدربه تينو علشان كده بتخاف منها. البنت اول ما بتشوف تينو بتروح لها وبتفضل تزعق لها علشان ضعيفه وما عندهاش اي طموح، ومهمه بسيطه زي دي ما قدرتش تنفذها. بتروح بعدها لكراي وبتقول له انا سالت عليك في النقابه، قالوا لي ان انت في مهمه فجيت لك على طول. بتتاسف له انها سابت بنت ضعيفه زي تينو. جيلبرت لسه يعرفها ان تينو قائده قويه بتديله رجل بتلزقه في الحيطه. بعدها بتروح تمسك تينو وبتكسر وشها. بتقول لها ازاي بنت زيك كده تاثر رقبتي قدام كراي، وقبل ما تخلص عليها كراي بيلحقها وبيهديها. بيعرفها انها هزمت كل وحوش المتاهه وخرجت الصيادين بامان. الست بتهدى كده بس فجاه بيظهر ذئب ابيض ومعاه رشاش بيفضل يضرب عليهم نار. ايه احلام العصاري دي يا جدعان؟ ليز بقى بتلبس قناع الحزب وبتقف قدامه وبتمسك الرصاص بايديها، وحرفيا ما بيحصلهاش اي حاجه. هوب مره واحده بتطير في الجو وبتنزل عليه بضربه قويه بتدمره. الزعيم بقى بيطلع سيفه وبيهجم عليها، بس ليز بتمسك السيف وما بيحصلهاش حاجه، ومره واحده بتديله رجل بتطيره في الجو، وقبل ما ينزل بتكمل عليه بضربات تانية بتلزقه في الارض. بتفضل تضرب فيه لحد ما بتكسره. بعدها بتروح لكراي وبتخرجهم بره المتاهه. تاني يوم بقى بيقرر جيلبرت ان هو يسيب النقابه ويرجع لنقابته القديمه علشان يتدرب ويوصل لمستوى ليز. وقبل ما يمشي بيطلع السيف بتاعه وبيطلب من تينو انها تديه لكراي لحد ما يرجع. في الوقت ده بيفتكر كراي ان اول مره اشترى فيها اسلحه اثريه وقتها اصحابه انبهروا بالادوات دي، وكل واحد خد حاجه منهم. اللي منهم خدت شنطه سحريه مثلا تقدر تشيل فيها حاجات اكبر من حجمها وحاجات زي كده يعني، بس في الاخر بتكتشف ان ما ينفعش يتحط فيها حاجه غير الاكل. فبتستغرب ليه كراي اشترى حاجه تافهه زي دي. بيعرفها ان سعرها كان رخيص علشان كده جابها. ليز بقى بتختار سوار كده، واول ما بتلبسه بيشدها وبيقلبها على وشها. كراي بيعرفها ان ده سوار المتاهه ومصمم علشان يغير كتله وحجم الجسم، وممكن استخدامه الغلط يعمل انفجار قوي جوه جسمها. فالبنت بتترعب وبتحاول تقلقه بسرعه لكنها ما بتعرفش وبيفضل السوار يقلبها. اما لوك بقى فبياخد سيف قوي، قبل ما كراي يحذره ان السيف ده ملعون الواد بيستخدمه على طول بقى بيتلعن وبيتحول لشخص مفترس عايز ياكل اي حاجه يشوفها قدامه. بيهجموا عليه وبيمسكوه قبل ما يعمل مصيبه. بعدها كلهم بيغيروا رايهم في الادوات دي وبيقرروا يستخدموهم في التدريب علشان يتحكموا في قوتهم اكتر. كراي بقى بيقرر يعمل اقنعه بنفس شعار الحزب علشان يميز الفريق بتاعه وكده، لكنه نسى حاجه مهمه وهي فتحات العين، وحرفيا اللي بيستخدمه ما بيكونش شايف حاجه. كراي لحق نفسه وعرفهم ان هو عمل كده علشان يعتمدوا اكتر على احساسهم، وكمان علشان الهجمات الضوئيه ما تاثرش عليهم. يا حكمتك يا عم كراي. بنرجع بقى للوقت الحالي. كراي بيكون متوتر وعمال يدور على سلسله ضايعه منه. السلسله كان استخدمها قبل كده ضد ذئاب المتاهه. بنعرف ان السلسله دي واحده من فريقه ادتها له وطلبت منه يحتفظ بيها. البنت دي اسمها ستري، صياده ذكيه بتحب تستخدم الكيمياء في صناعه المتفجرات، وتعتبر المخططه لحزب النفوس الحزينه. البنت دي بتقعد تخترع حاجات وبتديها لكراي يحتفظ بيها، واول ما صاحبنا حاول يفتح السلسله دي قدامها وقفته وعرفته انها هتدمر المكان. الواد بيكون قلقان كده لا تكون وقعت في ايد حد وبيستخدمها. بيفضل يدور عليها في كل مكان
المكان وما بيلاقيهاش. بيقعد كده مع نفسه وبيفتكر انه فتحها في وش الذئب، بس الغريب انها كانت فاضيه وما فيهاش حاجه، فبيستغرب ازاي ده حصل. بيقول السلسله دي طول عمرها موجوده في الخزنه الاثريه بتاعتي. ساعتها بيفهم ان ممكن تكون فاضيه من الاول وستر غفلته وضحكت عليه. تاني يوم كراي بيصحى مدروخ كده، وده كله علشان ما عرفش ينام بسبب التفكير في السلسله. بتقابله ايفا وبتعرفه ان النقاب عاوزاه. الواد بيترعب كده وبيخاف لا يكونوا عارفوا ان هو استخدم العبايه المحرمه، بس هي بتعرفه ان هم عاوزين يسمعوا منه تقرير مفصل عن مهمه عرين الذئب الابيض. بيقول لها اسالي تينو، هي كانت قائده المهمه وهتفيدك عني، انا وصلت في الاخر مش اكتر. قالت له تينو بتتدرب مع ليز ومش فاضيه دلوقتي. قال لها خلاص انا هروح لها. وقبل ما يمشي بيسالها لو في تحركات غريبه حصلت في العاصمه الفتره الاخيره. الواد بيكون قلقان لحد يلاقي الحاجه اللي وقعت منه فيعمل بيها مصيبه. ايفا ما بتكونش فاهمه حاجه فبتقول له تحركات زي ايه. كراي بيقلق كده وبيقول لها خلاص فكك. البنت بتقول له انا خلاص هدور في الموضوع، لان كل مره بيسال فيها عن احوال العاصمه بيحصل كارثه على طول. يعني بيتنبأ بالكوارث والخناقات وكمان بوحوش الخزائن، وكل اللي بيقوله بيحصل. من جانب اخر بقى بنشوف فريق من الصيادين داخل متاهه من المستوى الثالث. العيال بيكونوا مستغربين ان قوه الوحوش ارتفعت مره واحده كده داخل المتاهات وما كانوش عارفين السبب. فواحد بيقول له ان كراي هو كمان بيدور في الموضوع. في الوقت ده بيروح كراي النقابه وبيتفاجئ بعدد كبير من الصيادين واقفين قدام ساحه التدريب، وواحد منهم بيجري عليه وبيقول له الحق ليز ماسكه تينو ومطلعها عينيها في التدريب. صاحبنا بيخاف يدخل، فالواد بيساله هي ليه رجعت من وادي الكنوز اللي كانت فيه. قال له اكيد علشان كانت زهقانه. كراي بيستغرب كده ازاي زهقت من وادي في المستوى الثامن اللي المفروض مليان وحوش وكنوز كتيره. كراي بقى بيفتح باب الساحه وساعتها كانت الصدمه. تينو مرميه على الارض وجسمها كله متكسر، وقبل ما ليز تخلص عليها بيلحقها على اخر لحظه. بتزعله وبتقول له انت ايه اللي دخلك هنا؟ البنت دي لازم تتدرب كويس، هي عندها الموهبه بس قوتها ضعيفه جدا، علشان كده لازم نستخدم معاها اسلوب جديد. كراي بيقول لها كفايه كده النهارده انا عاوزك في حوار. تينو بتمسك رجلها وبتقول لها انا لسه قادره اتحرك. ليز بترمي كراي بره الساحه وبتكمل عليها. الصيادين بيقفوا مصدومين اللي هو ازاي يتعامل معاك كده. بيقول لهم دي مجنونه ومفيش فايده من الكلام معاها. بيقعدوا بقى يتكلموا شويه. الواد ده بيساله عن وحوش الوديان اللي مستواهم زاد فجاه وبقوا اقوى. كراي بيفتكر اللي حصل معاه في خزائن الذئب الابيض والوحوش اللي كانت اقوى من الطبيعي. بيقول بقى ساعتها ان اكيد رئيس النقابه عايزني علشان الموضوع ده، يا ريت ارك كان هنا كنت رميت عليه كل المهمات دي. فجاه بتيجي في باله فكره كده. ساعتها بقى بيقول لسفين اكيد مش هتعرف تستخدم ساحه التدريب النهارده، فايه رايك تاخد مهمه من بتوعي تنفذها وهو كده تبقى اتداريت. وبيسيبه وبيمشي وبيحس ان هو كده عبقري. يعني مساعد سفين بقى بيبقى متضايق وبيقول له ازاي كراي بيتصرف كده، المفروض القائد يبقى اول واحد يقوم بالمهمه مش يرمي كل حاجه على فريقه. سفين بيقول له ما تخليش المظاهر تخدعك، الشخص ده وحش قوي جدا، ده بيقدر يحمي العشيره كلها والكل بيتمنى يبقى في الحزب بتاعه. في الوقت ده بيكون زعيم النقابه بيقرا تقارير عن الوحوش الجديده اللي ظهرت، وبيعرف ان في تغير في مستواهم بالذات الوحوش القريبه من عرين الذئب الابيض. بيطلب بقى يقابل كراي. بيشك انه عارف حاجه لانه ما دخلش اي خزينه الفتره اللي فاتت غير دي، ومن بعدها حصل كده. في الوقت ده بنشوف مجموعه من العلماء وهم واقفين قدام آلة الكنوز. الآلة دي بتقدر تغير الطاقه السحريه داخل المتاهه وبتزود كمان طاقه الوحوش، ده غير انها بتسمح لصاحبها ان هو يوصل للكنوز بسهوله. الزعيم بتاعهم بقى بيبقى متضايق، وكل ده علشان كراي قدر يتنبأ باللي هيحصل في العاصمه. بيقول لهم احنا كده اتكشفنا يا رجاله وكلها فتره وهيوصلوا للمكان ده. الرجاله طبعا بيطمنوا انه محدش هيقدر يفهم الآلة دي بتعمل ايه. كراي طبعا كان واقف وراهم وشايف كل حاجه. في اللحظه دي بقى بيصحى صاحبنا من النوم وبيعرف ان كل ده كان حلم، بس الغريب انه كان حقيقه والواد ده كل احلامه بتتحقق. ليز بتدخل عليه وبتطلب منه ياخدوا اجازه ويخرجوا سوا، وهم نازلين بيتفاجئوا بزعيم النقابه مستنيهم. بيقول لك كراي انا عاوزك في موضوع مهم. ليز بتقرب منه كده وبتقول له كراي مش فاضيلك النهارده احنا اجازه. الزعيم بيطنش لها كده وبيروح يتكلم مع كراي. البنت بتهجم عليه وبتديله ضربه قويه، بس على اخر لحظه بيصدها. لسه هيهجم عليها كراي بيسيبهم وبيروح يتكلم مع كلو مساعده الزعيم. البنت بتعرف ان الطاقه السحريه اتغيرت جوه الخزائن. بتساله لو هو لاحظ حاجه زي كده في متاهه الذئب الابيض. كراي بيقلق وبيقول اكيد السلسله هي اللي عملت كده. بيسكت وبيقول لها اسالي ارك، انا هطلب من العشيره بتاعتي تدور في الموضوع ده. الواد بيقول اهم حاجه محدش يعرف ان انا السبب. الزعيم وليز بيفضلوا يضربوا في بعض وحرفيا بيدمروا المكان كله. ليز بتتريق عليه وبتقول له انت شكل قوتك ضعف، ده اكيد من القعده في المكاتب. الزعيم بيتضايق وبينزل عليها بضربه قويه لكنها بتطير في الجو وبتقف على ظهره. بتقول له انت محتاج تلعب رياضه شويه، وزنك زاد وبقيت قد العجل. جارك بيتعصب وحرفيا ما عادش شايف قدامه، بيجمع كل قوته وبيهجم عليها. ليز بتفضل تتفادى هجماته والمكان بيتكسر عليهم. كراي بقى بيلحقهم وبيوقفهم قبل ما يدمروا المكان كله. بيهدوا كده وبيرجعوا لطبيعتهم تاني. بنعرف بقى ان جارك ده كان في الاصل صياد محترف من المستوى السابع، لكنه ساب المهنه دي وبقى زعيم النقابه، ولحد دلوقتي الكل بيلقبه بشيطان الحرب. كراي بياخد ليز وبيتمشوا في المدينه. ليز بتحكي له عن اقوى الوحوش اللي واجهتها. كراي ما بيكونش معاها طبعا وباله بيكون مشغول بالسلسله اللي ممكن تكون سبب في تدمير العاصمه. بيسال ليز انت هتعملي ايه لو العاصمه اتدمرت؟ قالت له هاخدك وههرب من هنا بسرعه، سهله اهي خالص. الواد بيستغرب انها حتى ما فكرتش ازاي هتساعد
الناس، بس مره واحده كده بتسيبه وبتهجم على واحد ماشي في الشارع. بتقول له على فكره الواد ده بيراقبنا، بيجري عليها كده وبيشيلها عنه، بيحاول يعتذر له بس الراجل ده بيسيبهم وبيطلع يجري. بيدخل لبيت كده وبيقعد يكلم نفسه، بيستغرب هم ازاي شافوه وليه كراي سابه ويمشي. الواد ده بيكون واحد من رجاله سيد الصحراء وبيخاف لا يكونوا عرفوا حاجه عن آلة الكنوز. كراي بقى بيدخل ماشي وهو ماسك خريطه في ايده، بيدخل لاحد الاحياء الفقيره اللي مليانه بالمجرمين، وده علشان يسال عن السلسله بتاعته او السلايم اللي كان فيها. وقتها ليز بتستغرب هم بيعملوا ايه هنا، بتساله هو في حاجه معينه ضايعه منك. الواد بيتوتر كده وبيقول لها انا بدور على محل ايس كريم. في اللحظه دي الواد اللي كان بيراقبهم بيشوفهم وحرفيا بيموت من الرعب، بيستغرب هم ايه اللي بيعملوه هنا، بيشك ان ليز سابته يهرب علشان تعرف مكانه، بس على طول بيهرب. وفجاه بتدخل عليه صوفيا مساعده سيد الصحراء، فبيحكي لها كل اللي حصل. البنت بسرعه بتروح للزعيم وبتعرفه ان كراي قدر يوصل للمقر بتاعهم السري اللي في المكان اللي مستحيل حد كان يوصل له. بتقول لهم الواد ده كده عرف كل الخطط بتاعتنا واحنا استقلينا بيه فلازم نلحق الموضوع. بتطلب منهم ان هم يقتلوه. الكل بيتخض كده اللي هو ازاي ده صياد من المستوى الثامن. قالت لهم عادي يعني دي فرصه كويسه علشان نختبر المنظمه بتاعتنا، والحكايه كلها شويه صيادين مالهمش لازمه، فلو خلصنا عليهم مش هنشيل هم تسريب المعلومات. الزعيم طبعا بتعجبه الفكره بتاعتها. في الوقت ده سفين ورجالته بيروح النقابه علشان ياخدوا المهمه اللي كراي كلفهم بيها. الزعيم بيكون متعصب على اخره من كراي، المهمه صعبه وازاي يديها لدول. كان عاوز كراي هو اللي يقوم بالمهمه دي، وده لان الذئاب قوتهم زادت، بس ما قداموش حل غير انه يديهم المهمه. على طول بقى العيال بيروحوا لوادي الذئاب وبيبداوا يواجهوا الوحوش، وحرفيا مش عارفين يعملوا معاهم حاجه. كراي في الوقت ده بيكون قاعد يفكر في السلسله وبيتمنى ان السلسله ترجع علشان تلحقه قبل ما يحصل مصيبه. مره واحده بتدخل عليهم ايفا وبتقول له انا جمعت مغامرين وكمان محققين كتير هيساعدونا في مهمه وادي الذئاب، بس بتعرفوا ان ارك مش هيبقى موجود معاهم، وسفين وفريقه سبقوهم لهناك. كراي ما بيشغلش باله لانه كده كده مش هيروح معاهم. تاني يوم بقى على طول المغامرين بيتجمعوا قدام النقابه. تينو بتكون موجوده معاهم بس مش فاهمه ليه العدد ده كله متجمع. في اللحظه دي بيخرج كراي وبيتفاجئ من العدد. ايفا بتقول له انا جمعت لك كل المغامرين الاقوياء. الواد بيستغرب وبيقول لها انا مش هقدر ادفع لكل دول، انا هاخد نصهم بس للمهمه دي. المغامرين كلهم بيخافوا، بيقولوا له عدد الوحوش اللي في الوادي زادت ولازم يكونوا كتير علشان يقدروا يهزموهم. ايفا كمان بتعرفوا ان في فلوس كتيره، وده لان ارك اخد مكافاه كبيره من المهمه الاخيره. الواد بيوافق وساعتها المغامرين بيطلبوا منه ان هو يروح معاهم. كراي بيحس انه اتورط فبيعرفهم ان وراه مهمه هيخلصها ويحصلهم. ليز ما بيكونش عاجبها كل ده وعايزه تنفذ المهمه دي لوحدها وتوفر كل الفلوس، لكنه بيرفض. بعدها بيكلف كراي واحد من المغامرين ان هو يدور على سلسله موجوده في الوادي، ولو شاف اي سلايم هناك ممنوع يقرب منه لانه هيكون خطير. في الوقت ده اعضاء المنظمه بيعرفوا بمهمه كراي ومستغربين من العدد اللي بعته، وكمان بيعرفوا ان كراي هيشارك معاهم. كلهم بيكونوا قلقانين ان حزب النفوس الحزينه يشارك كله في المهمه. صوفيا بتطمنهم وبتعرفهم ان نظامهم الدفاعي يقدر يقضي عليهم بكل سهوله، ده غير ان كراي وليز وستري هم بس اللي موجودين في العاصمه وعارفين نقطه ضعف كل واحد فيهم. بس المشكله كلها في ستري. البنت دي ذكيه جدا وبقالها فتره بتدور على البحث بتاعهم، بنعرف انها عدوتها من زمان علشان كده بتقرر تخلص عليها الاول. وقتها الزعيم بيكلف رجالته ينفذوا اوامر صوفيا. في الوقت ده سفين وفريقه بيدوروا في المتاهه على اي شيء غريب يوصلهم للي بيحصل، لكنهم مره واحده بيجي لهم اتصال ان في مجموعه كبيره من المغامرين بره المتاهه. بيروحوا لهم واحد منهم بيبقى متضايق ان كراي محذرهم من سلايم، اللي هو الراجل ده بيستهزأ بينا ولا ايه؟ ده ايه اللي هيجيب وحش القمامه ده هنا؟ سفين بيعرفوا ان كراي اكيد متاكد من حاجه، وبيعرفوا ان زمان كراي اقترح عليه ان هو يزوروا ازهار الكرز وطلب منه يجيب اسلحته معاه علشان لو حصل حاجه. والغريب ان اول ما وصلوا لهناك اتفاجئوا ان المكان اتحول وبقى خزينه كنوز، علشان كده سفين متاكد ان كراي بيشوف المستقبل، وهو بينصحه كمان ان هو يثق فيه. في الوقت ده كراي بيكون مستني الوقت المناسب اللي هيروح فيه الوادي الذئاب. ليز بتفضل تزن عليه عشان يروحوا بسرعه. وقتها بترجع ستر المقر وكراي بيهدى وبيحس ان كده كل مشاكله هتتحل. على طول بقى بيطلع ليز وتينو بره، بتعرفوا ان في تغير في الطاقه السحريه اللي في وادي الذئاب. كراي بيعرفها ان السلايم اللي في السلسله هرب وممكن يهاجمهم في اي وقت. الواد بيكون خايف لا تزعق ولا حاجه. بيتفاجئ انها بتطمنه وبتقول له ما تقلقش انا عدلته كيميائيا فمش هيهاجمنا احنا الاثنين. صاحبنا بيهدى كده بس بيقلق على الناس اللي في العاصمه. ستر بتحلل الموقف وبتعرفه انه اكيد هرب من بلعات الحمام، لكنها بتطمنه وبتقول له ما تقلقش انا عندي حل للموضوع ده. هناك بقى في وادي الذئاب سفين بيجمع كل المغامرين، بيسالهم لو حد عنده فكره ازاي يهاجموا السلايم او حتى يقتلوه. الكل بيتريق على كلامه حرفيا. اللي بيقول له انا دوست على واحد قبل كده بالغلط ومات، والتاني كان بيرشه بالمبيد، وكلهم مفكرين ان اسلحتهم هتخلص عليه بسهوله. مره واحده بيظهر المغامر ده واللي اسمه جاين، بيقول لهم انا هتكفل بالسلايم ده لوحدي، ده لو ظهر يعني، بس تعالوا ندور في الوادي مره تانية. بس مره واحده بتظهر البنت دي قدامهم، بتعرفهم ان اسمها تاليا، ولكن من شكلها كده شكلها صوفيا ومتنكره. بتقول لهم انا عالمه كيميائيه زميله ستري وكنا شغالين على حاجات شبه السلايم وكده، وكمان هعرف ازاي ان انا اخلص عليه. بتطلع جرعه كيميائيه وبتقول لهم ده السلاح اللي هيدمره. المغامرين كلهم بيطمنوا على طول بيدخلوا كلهم الوادي.
فجأة بيخرجوا كلهم مصابين وجسمهم كله متقطع من الوحوش، ده غير ان مفيش اي سلايم ظهر. جاين بيزعلهم تاني وبيقول لهم كراي ضحك عليا، عرفنا انه هيجي ومحدش شاف وشه من وقتها. الظاهر كده ان مفيش سلايم ولا حاجه، هو جابنا هنا علشان نخلص على الوحوش، انا مش هكمل المهمه دي. وبيسيبهم وبيدخل الغابه. فجأة بيسمع صوت غريب وبيفضل ماشي في اتجاهه، وهو مره واحده بيظهر قدامه 2 من اعضاء المنظمه معاهم حقنه وبيحاولوا يحقنوها في ذئب ابيض. بيهجم عليهم وبيمنعهم، بيمسك واحد فيهم وبيكسر وشه، هو بيحاول يعرف منه مين اللي مشغلهم. الواد التاني بيستغل انشغاله وبسرعه بيحقن الذئب. فجأة بيبدأ جسم الذئب يدوب ويتحول بعدها لسلايم. ساعتها صاحبنا بيترعب وبيطلب المساعده. ستيفن بيسمع صوته وبسرعه بياخد المغامرين كلهم وبيدخلوا الغابه. بيهجموا عليه بكل قوته لكنه ما بيتاثرش باي حاجه. بيجمعوا كل قوتهم في ضربه واحده وبيهجموا عليه لكن مفيش فايده. في الوقت ده المعالج بيروح يعالج جاين. بعدها بيعرفوا ان في 2 حقنوا الذئب بماده حولته لكده، وبيقول لهم كلام كراي طلع صح. ستيفن بيستغرب ازاي كل الهجمات الجسديه والسحريه بتاعتهم مش نافعه معاه. بياخد المضاد من تاليا وبيهجم عليه. اول ما بيقرب منه بيرمي المضاد تحته، فالمضاد بينفجر فيه. الوحش بعدها بيقوم تاني ومفيش حاجه بتحصل له. فجاه ستر بتدخل عليهم ومعاها ماده مضاده للسحر. بتعرفهم ان في مجال من السحر حوالين الوحش فما بتاثرش باي قوه، وكل هجماتهم بتتصد بكل سهوله. ستر بتقرب من الوحش وبترمي عليه المضاد وبسرعه سفين بيرميه بالسهم فبينفجر فيه. والوحش ساعتها بيتحلل. بيعملوا اجتماع علشان يعرفوا مين اللي ورا اللي حصل. ستر بتقول لهم ان في منظمه اسمها الكاشي وهم السبب في تغير الطاقه السحريه جوه المتاهات. انا متابعه الموضوع ده من فتره وعارفه كل حاجه عنهم. تاليا بتقول لها دول اكيد عندهم اجهزه كتير تقدر تصنع النوع ده. ستر بتقول لها ايوه، علشان كده لازم يعرفوا مكان الاجهزه دي لان ده مش هيكون الوحش الاخير. بس قبل اي حاجه بتصدمهم ان دي كانت اخر جرعه من المضاد معاها، وبتطمنهم ان هم هيستجوبوا الاثنين اللي جاي مسكهم وهيوصلوا لمكان المنظمه قريب. ستيفن بقى بيستغرب من قدرات البنت دي، اللي هو ازاي كل فرقه النفوس الحزينه اقوياء كده. من جانب اخر بقى صوفيا بتبعت رساله لزعيم المنظمه بتعرفوا اللي حصل وبتطلب منه يبعت الوحوش واحد بواحد. الكل بيستغرب من قرارها اللي هو لو بعتناهم هيقدروا يهزموهم بكل سهوله. الزعيم بيتعصب وبيرمي الجواب وبيقول لهم دي عالمه ما تعرفش تدير معارك، اخرها تعمل تجارب، انا هعرفها ازاي تدير معارك حقيقيه. ومره واحده بيطلب من رجالته يبعتوا كل الوحوش اللي عندهم دفعه واحده. ستري بقى بتحقق مع اعضاء المنظمه اللي مسكوهم، بتقول لهم الزعيم بتاعكم يبقى سيد الصحراء، انا عاوز اعرف مكانه فين. العيال بتنكر ومحدش بيقول لها اي حاجه. بتقول لهم تمام، الظاهر كده الطيبه مش نافعه معاكم. بتطلع جرعه سحريه علشان تديها لهم. في واحد من اللي واقفين بيمنحها وبيقول لها دي جرعه غير قانونيه، بتعمل تشويش على العقل وبتشيل الذكريات. الكل بيتضايق انها فكرت في حاجه زي دي، وقبل ما يقلبوا عليها بتهديهم وبتقول لهم ده مجرد ماء ملون، انا حاولت اخدعهم علشان يعترفوا وعلشان يطمنوا. بتشرب من الجرعه قدامهم ومفيش حاجه بتحصل لها. في اللحظه دي بيوصل واحد من الوحوش المتحوله عندهم، بيكون مختلف عن اللي فات وكمان بيتحرك بسرعه جدا. ستر بتطلب من المغامرين ان هم يحاولوا يوقفوهم لحد ما تشوف طريقه تهزمهم بيها. بتبقى عاوزه تحدد المخرجات واتجاه مجال القوه بتاعه. الوحش بيهجم على واحد فيهم وبيديله ضربه بيطيره بعيد. الكل بيهجم عليه لكن مفيش حاجه بتوقفه. زعيم النقابه بيقترح ان هم يسيبوه لحد ما طاقته السحريه تخلص ويرجع لطبيعته تاني. ستر بترفض وبتعرفه انه عنده طاقه سحريه كفيله تشغله اليوم كله. احنا نركز على مكان واحد نضربه فيه وساعتها هيضعف فنخلص عليه. هو لسه هيعملوا كده بيظهر وحش تاني. يا حلاوه. ستر بتضحك وبتقول لهم المنظمه بتاعتكم غبيه ولا ايه؟ ازاي يعملوا حاجه زي دي؟ بتطلب من الكل يوقف الهجوم ويرجعوا لورا. اول ما ده بيحصل الوحوش بيهجموا على بعض وده لانهم بينجذبوا للطاقه السحريه. وهنا بنفهم ليه صوفيا كانت بتبعتهم واحد بواحد علشان الحته دي مخصوص. مره واحده بيظهر وحش تاني وبيهجموا على بعض برضه. ستري والمغامرين بيقفوا يتفرجوا عليهم من بعيد. صوفيا بتشوف اللي بيحصل وبتتضايق، ازاي يبعتوا كل ده مره واحده؟ سيد الصحراء بيعرف بالخبر ده وبيفضل يزعق لرجالته اللي اقترحت عليه يعمل كده. حرفيا استهلكوا كل الوحوش اللي بيمتلكوها وما عادوش عارفين يعملوا حاجه. صوفيا بتتصل بيهم وبتهزق في ليك علشان اقترح الفكره دي على الزعيم. بتقول لهم الاول كان قتالنا مع كراي وعشيره النفوس الحزينه، دلوقتي انضم لهم مغامر تاني من المستوى السابع اسمه جارك اللي هو زعيم النقابه يعني، فالموضوع اتصعب عليهم اكتر. بتقول لهم كمان ان مش هينفع يتراجعوا دلوقتي علشان في 2 من رجالتهم عند ستري، ولو ضغطوا عليهم شويه كمان ممكن يكشفوا مكانهم. هنا بقى بتطلب منهم يجهزوا مجموعه اكل الحقد. بتقول لفليك انت اللي هتقود الهجوم ده. فليك على طول بيوافق علشان الزعيم يسامحه. في نفس الوقت ده ستري بتعرف زعيم النقابه انها قدرت تكتشف مكان المنظمه، وده عن طريق تحليل خطوط الطاقه والاماكن اللي الوحوش خرجت منها. الاتنين الاسرى بيسمعوها فبيحاولوا يشتتوها وينكروا صحه كلامها. ساعتها بس بتتاكد انها ماشيه صح. بتعرف المغامرين ان هم لازم يهجموا عليهم قبل ما يهربوا. بينادوا على صوفيا علشان تنقذهم لكنها ما بتعبرهمش. ستيفن بيستغرب وبيقول لهم مين صوفيا دي؟ ستري بقى بترد عليه وبتعرفوا منها تلميذه سيد الصحراء والعدوه بتاعتها كمان. بتقول لهم طول ما صوفيا ما اتقبضش عليها هتعمل ابحاث ثانيه ومصايب كتير، وبتعرفوا منها تقضي عليها وهتسجنها كمان. بسرعه ومن غير تاخير بيروحوا كلهم لمقر المنظمه، بس فجاه بيهجم عليهم فليك بوحش من اكل الحقد.
بيضرب المكان كله بقوه كبيره من سحر البرق وبيدمروا بيهم. بيحس بقى انه خلص عليهم فبينزل على الارض وهو بيضحك، كان فاكر ان دي النهايه، لكن طبعا قولها معايا كده، لا والله. قبل ما يمشي بيتفاجئ بستر واقفه من تاني. فيليك بيستغرب ازاي ما حصلهاش حاجه، بتقول له انت تعويذاتك ضعيفه وما تجيش حاجه جنب اللي في المتاهات. مره واحده بتطلع مسدس مليان بجرعات شفاء بتضرب بيه سفين، فبيقوم بسرعه وكل طاقه بيهجم على فليك بكل قوته وبيديله ضربه بيطيره بعيد. بعدها بيهجم على الوحش لكن قوته بتكون ضعيفه، بيقع على الارض وقبل ما الوحش يخلص عليه زعيم النقابه بيديله ضربه بتفلقه نصين. بعدها سيدري بتبدا تحقن المغامرين بجرعات شفاء من المسدس بتاعها، كلهم بيرجعوا لطبيعتهم من تاني. الزعيم بيبقى على اخره من فليك لانه المفروض كان ياخد كل اكل الحقد معاه، بس ما سمعش الكلام برضه ووداهم في داهيه. الزعيم بيعرفهم ان اكيد النقابه في الطريق اللي عندهم، بيحس ان دي نهايته فبيقف مصدوم ومش عارف يتصرف ازاي. رجالته بتطلب منه يهرب بسرعه وهم يعطلوا المغامرين بوحوش اكل الحقد لحد ما يختفي، لكنه بيرفض يسيب المكان. بيقول لهم انا لسه معايا الورقه الرابحه وهي اكاشا وصوفيا. بيطلب من رجالته يجهزوا اكاشا ويستعدوا للهجوم الاخير. في اللحظه دي بتوصل ستر والمغامرين للكهف اللي هم فيه، بيراقبوا المكان من بعيد وبيشوفوا اتنين من اكل الحقد على مدخل الكهف. زعيم النقابه بيعرفهم ان هو اللي هيقود الهجوم ده بنفسه. هو في اللحظه دي كراي اخيرا بيقرر يروح ويساعد المغامرين، بس ده مش قراره هو، لو عليه فهو مش عايز يروح ناحيتهم. كل ده علشان يخلص من زن ليزا. بيمشوا في وسط الغابه وبيتفاجئوا باثر صاعقه البرق بتاعت فليك. ليز بتقلق كده وبتروح بسرعه علشان تطمن عليهم. في الوقت ده جارك بيهجم بكل قوته على اعضاء المنظمه، بيفضلوا يضربوا في بعض ومحدش قادر يوقفهم. زعيم المنظمه بقى بيطلع اكاشا وده بيكون عباره عن آلة محصنه ضد الهجمات السحريه والجسديه. يا حلاوه. مره واحده بقى اكاشا بيهجم عليهم بس بسرعه جارك بيصد ضربته. جارك بيتصدم هو ازاي عنده القوه دي كلها، وقبل ما يستوعب اللي حصل بيظهر مجموعه من اكل الحقد بتهجم عليهم بضربات قويه من سحر البرق. سيفن بيحاول يوقعهم بالسهام السحريه لكن مفيش اي فايده. بياخد ضربه قويه في كتفه فبيهرب بسرعه. فجاه بقى واحد من اكل الحقد بياخد ضربه وبيقع على الارض. الكل ساعتها بيتصدم ازاي ده حصل. فجاه بقى بيشوفوا ليزا واقفه قدامهم، بيطمنوا على طول من غير اي تاخير. بتهجم على اكل الحقد التاني وبتكسره. بتقول لهم ازاي مش قادرين تتغلبوا على شويه وحوش مالهمش اي لازمه زي دول. بتهجم على اكاشا بكل قوتها وبتديله ضربه في التانيه ومفيش حاجه بتاثر فيه. جارك بيديله ضربه في رجله فبيقع على الارض، بس تفتكر انه كده خلص عليه، لا والله. اكاشا بيقوم من تاني وبيبدا يدمر في المكان كله. بيطلع شعاع ليزر بيهجم على ليزا وبيقدر يصيبها. بتتعصب وبتهجم عليه بكل قوتها بس الوحش ما بيتاثرش. بعد كل ده بيديها ضربه تانيه فبتقع على الارض. بتقول لهم خلاص كده انا طاقتي خلصت ومش هقدر اكمل. فجاه بقى بيظهر كراي في المكان والكل بيستغرب انه اخيرا وصل. اكاشا اول ما بيشوفه بيسيب الكل وبيهجم عليه. الكل بيقول له اهرب بس كراي ما بيتحركش من مكانه. فجاه الضربه بتتصد واكاشا بيطير في الجو. الكل مصدوم ومحدش فاهم حاجه، حتى كراي هو كمان مش فاهم اللي حصل. بس غالبا كده اكاشا خلص بنزين. بيدخل بعدها المقر وبيتفاجئ انه فاضي وسيد الصحراء ورجالته هربوا، فبياخدوا كل الادوات بتاعتهم. في الوقت ده بيتكلم جارك مع سفين وبيقول له شفت ازاي كراي قدر يقضي على اكاشا في ثانيه، بس الغريب ان حتى كراي ما لمسوش. ازاي بيقدر يتحكم في قوته من بعيد. ساعتها بقى بيشك انه مداري حاجه عنهم او بيستخدم سحر محرم. من جانب اخر بقى سيتر بتروح تشكر كراي ان انقذهم من اكاشا امبارح. بيعرض عليها سعاده تقبض على صوفيا وسيد الصحراء بس هي بترفض. بتقول له انا اللي هخلص الموضوع ده بنفسي. الواد ساعتها بيفرح لانه كده كده مش عايز يشارك. بنروح لمنظمه اكاشي بقى. الزعيم بتاعهم بيعرف ان صوفيا اتسللت جوه عشيره النفوس الحزينه ورجالتهم شافوها وهي مع فريق التحقيق. الزعيم بيستغرب وبيقول ازاي كراي قدر يكتشف قضيه وادي الذئاب وكمان قدر يحددوا موقعنا، وعلى الرغم من كده رفض يدخل في الاول. الراجل ده مش بعيد يكون عارف بموضوع صوفيا وسايبها علشان يراقب تحركاتنا ويوصل لنا. لو عمل كده يبقى كلنا رحنا في داهيه، علشان كده بيطلب منهم يبلغوا صوفيا ترجع ضروري علشان هيسيبوا المكان. زعيم النقابه بيمسك كراي بيحاول يعرف منه ازاي كشف منظمه الاكاشي وازاي هزم اكاشا كمان. الواد بيقول له انا ما اعرفش حاجه. اعضاء الحكومه بيحاولوا يوصلوا معاه لحاجه بس ما بيعرفوش. ساعتها كراي بيعرفهم ان المهمه دلوقتي بقت في ايد ستري وهي صاحبه القرار. في نفس الوقت بتوصل صوفيا لسيد الصحراء. بيتفاجئوا انها ما تعرفهمش. الزعيم بيقول لها كفايه تمثيل ويلا نهرب دلوقتي قبل ما يكتشفوا مكاننا. تاليا بتقعد تعيط وبتقول انا مش صوفيا انا تاليا. الكل بيشك انها عملت تعويذه على نفسها علشان ما حدش يكتشفها. بيجيبوا وحش صوفيا وبيتفاجئوا ان هو مش قادر يتعرف عليها كمان. فجاه بتدخل صوفيا الحقيقيه وبتقول لهم معلش اتاخرت عليكم. الكل بيستغرب الاتنين شبه بعض خالص. مره واحده بتقلع الباروكه وبيتصدموا انها ستري. الزعيم بيتعصب وبيقول لها وديت صوفيا فين. بيتفاجئوا ان مفيش حد اسمه صوفيا اصلا وهي اللي اخترعت الشخصيه دي علشان توصل لهم وتكتشفهم. بس في الحقيقه ستري كانت عاوزه تعمل كده علشان تستولي على المنظمه والمواد الكيميائيه اللي فيها، وده لان المواد دي لو تم استخدامها في الشر هتعمل كارثه في العالم. بتقول لهم كراي سابنا نعيش على امل اننا نتغير، وعلشان كده بتعرفهم ان لازم المنظمه دي تتدمر. بالنسبه بقى لاكاشا فهي اللي اتحكمت فيه، خلته يفصل علشان يبان ان كراي هزمه والموضوع ينتهي وكل الابحاث بتاعتهم هتتسلم وهيتقبض عليهم، لكنها بتطمنهم انها تكمل مكانهم. الزعيم بيكون مرعوب بيقول لها انا كده اتاكدت انت ليه تشك فيكي في حادثه هروب المساجين من 3 سنين. ستر بتتعصب وبتقول له انا محدش
يقدر يثبت على اي حاجه. انت بقى اللي هتشرف في السجن، لان مفيش حد اسمه صوفيا اصلا. فيليك بيتعصب وبيأمر وحش من اكل الحقد يهجم عليها، بس هي بتروضه بسهوله. هو بتعرفه ان هي اللي صنعته، هو اللي حضر العفريت لازم يصرفه. الزعيم بيتعصب وبيضربها بتعويذه قويه من سحر النار. الوحش بيموت بس ستر ما بيحصلهاش حاجه. الزعيم بيستغرب وبيقول لها استحاله حد يقوم سليم من ضربه زي دي، انت عملت كده ازاي؟ قالت له انا صنعت سلايم على اسمي بيقدر يمتص اي طاقه سحريه بتتضرب عليا. الراجل بيستغرب وبيقول لها السلايم ده هيفضل يكبر لحد ما يقضي على العالم، لكنها بتطمنه وبتقول له انا دلوقتي بستخدمه على المجرمين اللي زيك. هو بيفهم انها هتخلص عليه. رجالته بقى بيملوا المكان بالدخان فبيستغل ده وبيهرب، بس فجاه وحش بيعترض طريقه وبيديله ضربه بيرجعه جوه تاني. الوحش ده يبقى السلايم بتاع ستري. بتقول لهم انا صنعته علشان كنت اضعف واحده في عشيره النفوس الحزينه، وعلشان اصنعه كنت محتاجه مواد سحريه عاليه جدا، فاضطريت ان انا ادمر السجن بتاع استورا علشان اخدها. حرفيا البنت دي مجنونه يا جدعان. بسرعه بقى بتأمر الوحش انه يخلص عليه. تاني يوم الكل بيعرف بقتل كل اعضاء منظمه الاكاشي، وده على ايد شخص مجهول، وكل ابحاثهم واملاكهم اتصدرت. كراي بيقول اكيد عملوا تجربه غريبه فانفجرت فيهم. المهم بتعرفوا ان في مزاد هيتباع فيه الحاجات اللي صدروها من منظمه اكاشي. بتقول له انا محتاجه اكاشا واكل الحقد. الواد بيستغرب من اكل الحقد دول بس بيوافق. بعدها بيسالها على صوفيا فبتقول له انها هربت شكلها كده مش راجعه تاني. تاني يوم بيعملوا مزاد في النقابة. كراي بيقول لهم انا محتاج اكاشا واكل الحقد. جاركو والمحققين بيستغربوا هيعمل بيهم ايه. قالوا له تمام هنفكر وهنرد عليك. بعد الاجتماع كراي بيكون زعلان لان المحققين ادوا له بس اكل الحقد. بيتاسف للستر انه ما قدرش ياخد اكاشا معاه فبتسيبه وبتمشي. ساعتها جارك بيروح له بيقول له ارنولد هول صاحب القوة بتاعة البرق اللي من المستوى السابع وصل للعاصمة. كراي كان باين ان هو مش فارق معاه، بس جارك بيستغرب اللي هو ازاي ما تهزش. ده ارنولد قتل تنين الرعد. بيديله ضربة على ظهره كده وحرفيا كانت هتكسره لولا الخاتم اللي في ايده. بنعرف بقى ان في مزاد كبير بيتعمل كل سنه في العاصمه، بيتم عرض فيه كل الادوات السحريه والاثار النادره. الكل بيبقى مستنيه وكراي بيبقى نفسه يحضره، لكنه كان مفلس. بيفكر يستلف من ستري بس للاسف مديون بفلوس كتير ليها، فبيسلم ستري اكل الحقد وبيمشي. وفي نفس الوقت بيكون ارنولد معدي من جنبهم وكان رايح يسجل اسمه في المزاد، لكنهم ما بيتعرفوش عليه. بيرجعوا البيت وبيفضل كراي يلعب مع اكل الحقد وما يعرفش ان هو بيمتص الطاقه السحريه بتاعته. بيفضل يمتص في طاقه كراي لحد ما بيخلص كل الطاقه اللي في الخواتم بتاعته. كراي بيفهم انه لازم يشحن الادوات دي بسرعه، فبيسالها هي لوسي هترجع امتى. بتعرفوا ان المهمه لسه مطوله لان في وحش جديد ظهر في الخزينه. كراي ساعتها بيقلق لان مفيش غيرها هيقدر يشحن له ادواته. على الجانب التاني بقى فريق ارنولد بيكون متضايق، وده لان كلو موظفه الاستقبال ما تعرفتش عليه وعملته كانه مغامر صغير. رجالته بيقترحوا عليه يعرفوه مين هو ارنولد وفريقه. في نفس الوقت ستر بيجي لها فكره ازاي تشحن ادوات كراي بسهوله. بتجمع المغامرين وبتقول لهم انا هعلمكم تقنيه سحريه جديده، واللي هينجح هيكتسب قوه تعادل قوه لوسيا اللي هي اقوى ساحره في النفوس الحزينه. كلهم بيكونوا مستغربين. في اللحظه دي بتروح لها قائده حزب ستار لايت، وده واحد من اقوى الاحزاب بعد النفوس الحزينه وارك الشجعان. بيكونوا من انصاف البشر وعندهم خبره كبيره في السحر، علشان كده ما بيعترفوش بالسحره اللي من البشر. ما عدا لوسيا بالنسبه لهم حاجه كبيره. القائده بتبقى عايزه تعرف ايه التقنيه الجديده اللي توصلهم لمستوى لوسيا بسهوله. ستري بتجيب واحده من المغامرين وبتديها خاتم من بتوع كراي وبتقول لها تشحنه. اول ما بتخلص بتدي لها واحد وبتفضل على كده لحد ما البنت طاقتها بتخلص. هو بيغمى عليها وبتقع على الارض. ساعتها ستري بتعرفهم ان كل واحد عنده كميه معينه من الطاقه ما يقدرش يتخطاها، ولو عمل كده بيفقد كل طاقته. لكن في الوضع ده الجسم بيتكيف وبيحاول كل مره يزود الطاقه، ولو فضلوا على كده طاقتهم هتزيد بس بنسبه صغيره. اسفين بيقول لها كده الموضوع هياخد سنين علشان بس نزود الطاقه درجه واحده. بتكشف لهم عن اختراعها الجديد. بتطلع جرعه سحريه وبتديها للبنت فبتقوم بسرعه، لكن بيغمى عليها تاني. لوسيا بتقول لهم وصلت لقوتها دي بسبب الاستنزاف والتعافي من الطاقه السحريه. الكل بيتحمس وبيطلبوا الادوات السحريه علشان يشحنوها. ستر بتطلع شنطه الادوات والكل بيبدا يشحن فيهم. البنت دي ملهاش حل. في الوقت ده فريق ارنولد بيتمشى في المدينه وبيبقوا متضايقين ان الكل بيعاملهم على انهم قرويين، والموضوع ده بيبقى مأثر فيهم قوي. بيقرروا بقى يروحوا الحانه. في الوقت ده كراي وتينو وليز بيكونوا هناك، بيفضلوا يشربوا لحد ما بيجيبوا اخرهم. ليز بتتهم ستر انها حطت لها حاجه في المشروب علشان كده هي دروخت بسرعه. ستر بتنفي ده بس فعلا بتكون عملت كده لان في ماده غريبه جنبها. في اللحظه دي بتقوم خناقه بين فريق ارنولد وواحد من ابطال ارض الضباب، وبيعملوا دوشه في المكان كله. كراي بيشوفهم وبيفتكر ان ده ارنولد اللي جارج حذره منه. ليز كالعاده ما بتحبش تشوف حد احسن منها فبتروح تقدم لهم مشروب، بس هو بيتريق عليها فبترمي المشروب عليه وهوب بالكوبايه في نص دماغه. بتمسك بعدها اعضاء الفريق بتكسرهم وحرفيا محدش قادر يوقفها. تاني يوم بتعرف ايفا باللي كراي عمله في الحانه. بتلومه انه دخل في قتال مباشر مع الفريق ده. بتقول له الناس دول مش هيسيبوا حقهم، دول هزموا تنين الرعد. بتختار عليه يكلم جارك علشان ينهي الخلاف ده بينهم. كراي ما بيهتمش وبيقول لها تنين الرعد ده لحمته جامده قوي. ستري
عملته لي قبل كده وكان اخر حلاوه. البنت بتستغرب وبتقول له كل مكون من تنين الرعد نادر، انا اول مره اعرف ان هو بيتاكل، انا عاوز اكل منه. في الوقت ده بقى ارنولد وفريقه بيكونوا متضايقين وعلى اخرهم، ما هم برضه تانوا واتحط عليهم في الحانه. بيروحوا النقابه علشان يعرفوا اسم البنت اللي ضربتهم. الموظفه ما بترضاش تقول لهم. جارك بيسمعهم وعلى طول بيعرفوا من اسمها ليز. بيفضل يتريق عليهم وبيقول لهم انا سمعت ان البنت دي روقتكم امبارح، كويس ان مش كراي اللي عمل كده، والا كان زمانكم ميتين لانه من المستوى الثامن وقائد العشيره. العيال بتتصدم اللي هو ازاي ده يبقى قائد العشيره. المهم بيعرفوا يبعدوا عنه علشان ليز ما تروقهمش تاني، وقبل ما يمشي بيعرفوا ان كراي عاوزهم يجيبوا له لحم من بتاع تنين الرعد. الفريق كله بيبقى على اخره، ازاي الواد يهينهم بالشكل ده. بيقرروا يعلموه درس عمره ما ينساه في حياته. في نفس الوقت ايفا بتمسك كراي وبتلوم انه مديون لستر بمليار عمله، بتقول له ازاي هتسد الفلوس دي كلها. بيفتكر انها قالت له على 3 حلول علشان يسدهم. الاول انه يسجنها هي واختها ليز وكده محدش هيطالبه بالفلوس، الحل التاني انها تتجوزه وهتتنازل له عن كل الديون، والحل التالت ان هو اللي يتجوزها، يعني من الاخر كده لازم يتجوزها. ايفا بتقترح عليه يدخل خزينه كنوز لوحده ويستولى على كل اللي فيها، وده هيكون كافل سد ديونه. كراي بيستغرب، يا البنت دي مجنونه ولا ايه؟ انا عمري ما انا عامل كده اصلا. قبل ما تمشي بتاكد عليه ما يستلفش فلوس تاني لحد ما تشوف حل للمشكله دي. كراي بيقول لها تمام، بس بيفكر ان ميعاد المزاد قرب وهو مش عارف هيعمل ايه. فريق ارنولد بقى بينتشر في المدينه وبيسال الناس عن كراي وازاي قدر يوصل للمستوى ده. اخر اليوم بيعرفوا ارنولد ان كراي ما بيشاركش في المهمات، وحزبه هو اللي بيقوم بكل حاجه، ووصل للمستوى ده من غير ما يشارك في اي مهمه. ساعتها بيفهم ان ما عندوش مهارات ومتداري في قوه فريقه، وعلشان كده بيقرر يواجهه في قتال قدام الكل. كراي بيكون متضايق انه مش هيشارك في المزاد علشان معهوش فلوس، فبياخد تينو وبيتمشوا في المدينه. في نفس الوقت ارنولد وفريقه بيدوروا في كل حته، فجاه بيلاقوه قدامهم. بيتصدموا لسه هيهجموا عليه، تينو بتوقفهم وعلى طول كراي بيتاسف لهم على اللي ليزا عملته. تينو بترفض وبتفضل تعرفهم بقوته انه محدش قدر يهزمه. كراي بيحاول يسكتها لكنها ما بتسكتش وبتولع الدنيا. الناس بتتجمع من كل حته وبيجبروه يدخل في قتال معاهم. ساعتها كراي بيتمنى ان حد من عشيرته يلحقه بس مفيش فايده. ارنولد بيعرفوا انه كشف حقيقته وانه ما عندوش اي قوه ولا مهاره. تينو بتتعصب وبتهجم عليه، بتفضل تضرب فيه لكنه بيمسكها يكسرها وما بتعرفش تعمل معاه حاجه. الكل بيطلب منه يلحقها قبل ما يخلصوا عليها. البنت بتقع على الارض وارنولد بيمسك دماغها وبيخبطها في الارض، حرفيا مش قادره تعمل اي حاجه معاه. بتطلب من كراي يلحقها، وفي اللحظه دي بيقلع كراي سلسلته السحريه، بتكون عباره عن تعويذه بتخلي اقوى المغامرين يخضعوا له من غير اي قتال. بيفعلها عليهم وبيقدر يسيطر عليهم بكل سهوله. وبياخد تينو قبل ما يمشي بيعرفوا ان علشان يواجهوه لازم الاول يخلصوا على كل فرد في العشيره بتاعته، ساعتها بس هيقدروا يواجهوه. بياخد تينو وبيروح للمطعم، وهناك تينو بتفضل تتاسف له انها ما قدرتش تهزمهم. بتتضايق من نفسها اكتر، بتطلب منه يجيب لها خزينه كنوز علشان تستولي عليها وتسد الدين بتاعه ده، يعني كتعويض عن اللي عملته. كراي بيقول لها تمام انا هشوف الموضوع ده. ستر بتعرف ليز ان ارنولد هجم على كراي وهو بيتمشى في المدينه. تينو واجهتهم بس ما عرفتش تعمل معاهم حاجه، علشان كده كراي استخدم تعويذه لوسيا. ستر بتقترح ان هم يخلصوا على الفريق علشان يبقى عبره لاي حد يقرب من كراي. في الوقت ده بقى كلو بتحقق مع كراي علشان تعرف اللي حصل بينه وبين ارنولد. بيعرفهم ان ارنولد هو اللي بدأ القتال الاول. صاحبنا كان بيتمشى في المدينه ساعتها. البنت بتقوله انت عارف ان هم وصلوا للمستوى السابع بقتل تنين الرعد، وانت طلبت منهم قطعه من لحم التنين ده، فانت كده استفزتهم. بيعرفها ان مش هو اللي طلب. في الاخر بيقول لها مفيش حاجه بينا، وقبل ما يمشي بتساله كلو انت ليه سقطتني في الاختبارات زمان؟ ليه منعتني ان انا ابقى صياده؟ كراي بيفتكر اللي حصل وبنعرف انها في الوقت ده كانت صغيره جدا، اقل من العمر المسموح به للقتال، علشان كده هو سقطها. بيقول لها انت اكيد دلوقتي اكتشفت نفسك وتقدري تقدمي تاني، انت هتبقى صياده قويه بس انت دلوقتي افضل موظفه استقبال في المدينه. بترجع كلو المقر بتاعها وهناك بتتفاجئ بارنولد مستنيها. بيفضل يزعق لها انها متاخره وهو مستنيها من فتره. البنت بتتضايق وبتقوله تمام انا بقى معايا رساله ليك. كراي بيقول لك بطل تفاهه علشان هو مش فاضيلك. ارنولد بيتعصب وبيقول لها الواد ده مش هيبطل اهانه غير لما اقتله. كلو بتعلي صوتها وبتقوله ده بيقول عليك كمان ان انت غبي، وبتسمع المكان كله بالرساله. ارنولد بياخد فريقه وبيمشي بسرعه قبل ما سمعته تتدمر. ساعتها واحد من فريقه بيقول له احنا هنعمل ايه دلوقتي في كراي؟ الواد ده هيدمر سمعتنا خالص. ارنولد بيقول له مفيش قدامنا حل غير اننا نقاتل اعضاء حزبه. في نفس الوقت بيرجع المرشد بتاعهم وبيعرفهم انه راح لحزب سفينه علشان يقتلوه بس رفضوا. ولما عرفهم ان دي اوامر كراي محدش يهتم لانه مش هيدخل معركه من غير مقابل. وكذلك حزب ستارلايت الزعيمه بتاعته هزقته وطردته بره. ارنولد بيتعصب اللي هو مين الواد ده وليه بيعمل معايا كده. ايس بيعرفوا ان هم هيدخلوا معركه مع الاحزاب دي كلها، علشان كده بيقترح عليه يشتروا اسلحه جديده من المزاد اللي جاي،
يبيعوا القطع الاثريه اللي معاهم، وده هيساعدهم يطوروا الفريق ويخلصوا عليهم. في الوقت ده كراي بيروح لمقر المزاد، بيعرض شويه اثار على الملك علشان يدخل بيها المزاد. الملك بيقول له دي حاجات كلها قديمه من المستوى الاول مش هتنفع معايا، بس بتقع عينه على سوار سحري كده وبيقول له ده اللي ممكن ينفع، هنحطه مع الحاجات اللي الخبراء هيقيموها بكره. كراي بيتفاجئ ان كل الحاجات اللي هتتعرض في المزاد عنده، فبيقول له انا عايز اشوفهم قبل ما اتفاجئ بيهم. الراجل بيرفض، فبيعمل خطه مع تينو انها تلهيه لحد ما يخلص، وفعلا الراجل بيفضل يتكلم معاها. فبسرعه كراي بيدخل يفتش في كل الصناديق وبيلفت نظره قناع تخفي. صاحبنا بيستغرب وبيقول انا لازم اشتريه بدل التاني اللي ليس كسرته، هو ده الشيء اللي هينقذني بعد كده، وساعتها مش هخاف من ارنولد ولا غيره. فجاه الراجل العجوز بيمسكه وبيطرده بره. قبل ما كراي يمشي بيساله عن صاحب القناع. العجوز بيقول له دي اسراره ولسه هيتقيم بكره وسعره هيتحدد. صاحبنا بيمشي وباله مشغول ازاي هيقدر ياخد القناع وهو مفلس، وسعره اكيد هيبقى غالي جدا. تينو بتقول له بطل تفكر وحاول تسدد فلوس ستري علشان هي محتاجه تمويل للبحث بتاعها. كراي بيرجع المقر وهو مش مركز. تينو بتطمنه ان الاسوره بتاعته هتجيب سعر كويس وهيقدر يشتريه. وهما في الطريق بيشوف ارك بعد ما رجع من مهمته، بيكون واقف مع بنت من النبلاء. كراي بيفكر يقول له على فلوس سلف، لكنه بيفتكر ان النبلاء ما بيحبوش الصيادين. البنت اول ما بتشوفه بتهزقه. تينو بتتعصب ولسه هتضربها بسرعه كراي بيلحقها. ارك بيشوفه وبيعرفوا عليها وبيقول له دي تبقى كليز بنت الملك. البنت بتقول له انت من امتى تعرف الاشكال دي؟ بيقول لها ده كراي سيد العشيره بتاعته. البنت بتستغرب وبتقول له انت ازاي كده؟ انت اكيد مستواك اعلى منه، الواد ده شكله اشترى المستوى بتاعه بالفلوس. ارك بيلحقها وبيمشيها. بعدها بيروح كراي يتكلم معاه وبيقول له على فلوس سلف. ارك بيستغرب وبيقول له انت اكيد لقيت اثر تاني، بس انا مش معايا، ولو معايا مش هسلفك علشان ما بترجعش الفلوس. المغامرين كلهم بيعرفوا ان كراي عاوز الفلوس دي ضروري، فبيعرفوا انه عاوز يشتري حاجه من المزاد. كراي بيضطر يروح لستري بقى، اللي على طول بتوافق وبتقول له انا مفيش مشكله اجل البحث بتاعي شويه، وكمان بتقول له انا بعت اجيب صاحب الاثر ده علشان اتفاوض معاه واجيبه بسعر كويس. كراي بيقول لها طب يا رب تجيبيه على 30 مليون بس. في اللحظه دي بقى بيدخل ارنولد عليهم. ارنولد بيطلع هو صاحب الاثر ده. المساعد بتاعه بيقعد يفخم في القناع علشان سعره يغلى. وقتها ارنولد بيسالهم هتعملوا ايه بقناع زي ده؟ اكيد انتوا عاوزينه لحاجه معينه، لو ما قلتوش عاوزينه لايه انا هدمره ومش هبيعه. كراي بيقول له انا كل اللي اعرفه ان هو قناع خطير وخلاص، ده حتى في قوانين بتمنع استخدامه. ارنولد ساعتها بيخاف وبيقول الواد ده مش سهل، اكيد بيغلي السعر علشان يخليني احتفظ بيه وما بيعوش. القناع ده اكيد ملعون واكيد بيتفاوض عليه قبل المزاد علشان ما فرطش فيه باي سعر ويفضل معايا ويلعن الفريق بتاعي. انا هرخص السعر علشان يشتريه. ارنولد بيضحك وبيقول انا عايز فيه 10 مليون بس. كراي بيستغرب هو الراجل ده مجنون ولا ايه؟ ده حتى المساعد بتاعه مش فاهم حاجه. ارنولد بيكون فرحان ان هو خدعهم. ستري بقى بتجيب له الفلوس. فجاه المغامرين كلهم بيجتمعوا وبيزايدوا على القناع لحد ما بتيجي الاميره كليرو وبتقول لهم انا هاخده ب 100 مليون. ارنولد ساعتها بيتصدم من السعر، بس في الاخر بيلغوا المزاد، وكل ده علشان المزاد غير قانوني فتاجل لمزاد بكره. كراي بيرجع المقر وهو متضايق وعلى اخره. ايفا بتقول له كلهم في العاصمه عاوزين القناع ده بسبب اقبالك الشديد عليه، والسعر عدى ال 100 مليون. انت كده هتزود الديون اللي عليك، الاحسن ان انت تفكك منه. الواد بيقول لها انت عندك حق فعلا، الاثر عمره ما بيخلي الانسان اقوى، القناع ده مش هيحميني ولا حاجه، ده انا اخر اتخفى بيه بين الناس. الشخص القوي ما بيحتاجش حاجه من حد، هو في النهايه بيقتنع ان هو مش هيشتريه. بس فجاه ستر بترزع الباب برجله وبتقول له انا جمعت فلوس القناع. بتديله شنطه فيها 800 مليون وبتقول له انا جمعت كل فلوسي، بس اهم حاجه لازم ما تعرفش بيهم. العيال بيسالوها انت جبتي دول كلهم منين؟ قالت لهم دي فلوس فرحي على كراي علشان عارفه انها كده كده هتتجوزه لما يفلس. ايفا بتزعق لها وبتقول لها انت كده هتغرقيه في الديون وهتدمريه. صاحبنا بقى بيسيبهم يتخانقوا وبيمشي. ستري بتروح وراها بسرعه وبتقول له احنا نروح للاميره كلير ونقنعها تتنازل عن المزاد ده وكده احنا اللي هنشتريه. بيروح لهناك والبنت بتستقبلهم اسوأ استقبال. بتساله انت ايه اللي جابك هنا؟ انت مفكر نفسك زي ارك ولا ايه؟ بيقول لها لا انا وارك صحاب، مش معنى ان اعلى منه في المستوى ده يخلينا اعداء. البنت بتتعصب عليه وبتقول له انت واحد نصاب وما عندكش اي قوه، كل اعتمادك بيبقى على قوه اصحابك والاثر اللي انت بتشتريه، وعلشان كده بتعرفوا انها هتشتري القناع ده باي ثمن وهتديه هديه لارك. ساعتها ستر بتعرفها ان والدها عمره ما هيخليها تشتريه باكتر من 200 مليون، وكده احنا اللي هنشتريه برضه. بتروح لابوها فبيعرفها انه مستحيل يخسروا في اي مزاد. المحاسب بتاعه بيعرفوا انه معاهم 500 مليون، ولو خدوا قرض هيبقى معاهم 500 تانيين وكده المزاد بقى بتاعهم. البنت بتقول استحاله كراي يكون معاه اكتر من 200 مليون. المحاسب بيفكرها ان كراي صياد كنوز، يعني الفلوس معاه ملهاش عدد، ده الراجل ده غلبان وما يعرفش اللي فيها. المهم ابوه
بيأكد عليها ما تخسرش المزاد علشان سمعة عيلته. في الوقت ده بقى كراي بيجمع الفلوس وبيروحوا المزاد. ليز بتقول لو ما كسبوش انا هسرق القناع ده علشانه. وهما في الطريق بيقابلهم جilberto ورودا وتينو علشان يحضروا المزاد معاه ويشوفوا العظمه اللي هتحصل. كراي بيقترح على تينو تبقى الوكيله بتاعته في المزاد وتقول هي السعر، فبتوافق. في اللحظه دي بتوصل الاميره كلير. المزاد بيبدا بعرض حاجات اثريه. كراي بيمسك نفسه بالعافيه وما بيرضاش يزايد على اي حاجه. بيوصلوا للقطعه ال15 والقناع ما ظهرش. تقريبا كده سايبينه لاخر حاجه. صاحبنا ما بيقدرش يمسك نفسه، بيبقى عايز يتعرض بسرعه علشان يشتري حاجات تانية بالفلوس اللي تتبقى، لكنه بيمسك نفسه بالعافيه برضه. فجاه المزاد بيعرض آلة سحريه. الآلة دي تبقى اكاشا. ستر بتستغرب وبيبقى نفسها تشتريه لكنها ما بترضاش علشان القناع بتاع كراي. صاحبنا بيلاحظ ان نفسها تشتريه فبيسالها انت ليه ما بتزايديش عليه. بتعرفوا انها لو عملت كده مش هيقدروا يشتروا القناع. بتقول انا خدت سنين علشان اصنع اكاشا، هو بالنسبه لي تذكار لكن بالنسبه للكل هو آلة ملهاش لازمه. كراي بيقوم وبيزايد عليه وبيوصل السعر ل 300 مليون. ستر بتحاول توقفه وبتعرفوا ان كده مش هيقدر يشتري القناع. ما بيهتمش وبيفضل يزايد لحد ما السعر بيعدي 900 وحرفيا ما عادش معاهم فلوس. فجاه حد بيزايد على السعر بتاعهم والسعر بيوصل لمليار. كراي ما بيهتمش وبيفضل يزايد هو كمان. بيوصل السعر لمليار و60 مليون وبيقدر يشتريه في الاخر. ليز بتقوله انت مجنون، احنا معناش الفلوس، هندفع منين؟ الفلوس دي لو ما اتدفعتش احنا هنتسجن. كراي بيفاجئهم وبيطلع لهم شيك وبيدفعوا الفلوس. بعدها كلهم بيتجمعوا وبيسالوه انت هتعمل ايه في القناع؟ قال لهم انا ما عدتش مهتم بيه واشتريت اللي احسن منه. وبعدها بيسيبهم وبيمشي. بيكملوا المزاد بقى والقناع اخيرا بيتعرض. كراي بيتاكد ان كلير هتشتريه باي ثمن فبيسيب المزاد وبيروح لبيت ارك. بيقول له انا محتاج القناع ده ضروري، القناع ده خطير وهيبقى اخطر لو فضل مع طفله زي كلير. وبيطلب منه يروح يتاكد بنفسه لكن ما ياخدش معاه اي اسلحه. كراي بيسيبه وبيرجع بيته وهو سعيد علشان قدر يخدعهم. وكده ارك هياخد القناع منها ويشتريه منه بسعر رخيص. انا ليه ما فكرتش اعمل كده من الاول؟ في نفس الوقت بقى بتكون كلير زعلانه على الرغم من انها كسبت المزاد، وده علشان كراي ضحك عليها ومحدش زايد عليه. في الاخر بتفهم انها دفعت 200 مليون في شيء ملهوش لازمه وكل ده علشان تديه الارك. فجاه القناع بيتحرك من مكانه. البنت بتترعب وبتجري تمسك سيفها. القناع بيقول لها انا متابعك طول الليل وحاسس انك ضعيفه ومحتاجه القوه بتاعتي. بيدخل جسمها وبيسيطر عليها. وقتها بتفتكر ان كراي كان بيقول لها عليه خطير لكنها ما اقتنعتش بكلامه. في اللحظه دي بيوصل ارك للقصر بتاع كلير وبيقابل ابوها. بيعرفوا ان القناع ده خطير وممكن يأذي بنته. الراجل بيقول له ان كلير حابسه نفسها في الاوضه من امبارح. الواد بيروح يطمن عليها فبيتفاجئوا انها ماسكه حراس القصر وبتكسرهم. بتفضل تقول كلام غريب ومحدش فاهم حاجه من كلامها. ارك بيستغرب ازاي هي بقى قويه كده. بيقرب منها وبيهديها فبتعرفوا انها خدت القناع ده علشانه. بيطلب منها تخلعه بس بتتفاجئ ان معاه السيف فبتقوله انت عايز تقتلني. الغريب بقى ان كراي حذره ما ياخدش اسلحه معاه بس الظاهر ان هو نسى. مره واحده كلير بتتحول وبتهجم عليه. ارك بيطلع سيفه وبيتصدى لها. في نفس الوقت ارنولد وفريقه بيكونوا فرحانين ان هم باعوا القناع ب 200 مليون بس هم متوقعين ان هو يساوي اكتر من كده. فجاه بتظهر لهم ليز وستر وبيستغربوا مين دول وبيعملوا ايه عندهم. ليز بتعرفهم انها هنا علشان تاخد نصيب كراي من البيعه دي لانه السبب ان السعر يوصل للرقم ده. ارنولد بيعرفهم انه مش دافع حاجه. ستر بتفكروا انها حطت لهم سم في العصير اللي شربوه لما كانوا في الحانه. بتطلع ازازه وبتقول لهم ده المضاد بتاعه. ارنولد بيستغرب لان مفيش حاجه ظهرت عليه. بتعرفوا ان هو من المستوى السابع فمش هيحصل له حاجه بس اصحابه هم اللي هيموتوا بالبطيء. بيطلبوا منه 110 مليون نصيبهم فالواد على طول بيوافق. ارك بقى بيروح لكراي وبيديله القناع فبيتفاجئ انه بيتكلم. كلير بتروح تشكره انه بعت ارك علشان ينقذها لكن اول ما كراي بيلبس القناع اللعنه بتمسكه. القناع بيقيم مهاراته السحريه والقدرات الخارقه فبيكتشف ان اجمالي التقييم بتاعه 3 بس فبيسيب كراي لانه ملوش لازمه. الواد بيقعد مع نفسه كده وبيقول انا لازم اعتزل. البنت الصغيره دي طلع عندها قدرات عني والقناع اتمكن منها ومش راضي يتمكن مني. ده ايه الفقر اللي انا فيه ده؟ المهم بقى لحد هنا بينتهي الجزء الاول من الانمي بتاعنا. اتمنى ان هو يكون عجبك. لو عجبك طبعا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. وكمان ما تنساش تكتب لي رايك في الكومنتات. انا عارف ان انا بتقل عليك بس استحملني يعني. ودلوقتي اقدر اقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.